سنة 5 بنك المراجعة والامتحانات في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الخامس الابتدائي، يا رب دايما بخير وزي الفل. طالما وصلت للفيديو ده والمستر أيمن مش هتطلع غير لما تبقى فاهم وحافظ إيه المراجعة النهائية. أفهمك بسرعة يا صديقي المراجعة تبقى ماشية إزاي. احنا عندنا 3 وحدات هناخد واحدة واحدة واحنا ماشيين نلخصها بالكامل شرح، وبعد كده هنزل لك فيديو حل تدريبات. يلا يا صديقي نسمي الله، وما تنساش تجهز قلم وحته ورقه صغيره وتركز معايا في الحته الصغنطوطه قوي اللي هقول لك عليها، وكمان هسيب لك المذكره ابعتها لك PDF لو حبيت تنزلها تصورها او كمان تشوفها. يلا نسمي الله ويلا بينا نبدا. الوحده الاولى نبدا باهم المفاهيم الجغرافيه. اول مفهوم عندي الجبل. يعني كلمه جبل يا مستر؟ قال لي هو ارض شديده الارتفاع ولها قمه. ارض شديده الارتفاع جدا 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 ولها قمه يا مستر، وكانها عامله زي المثلث. اللي بعده الهضبه. قال لي مساحه واسعه من الارض المرتفعه، حته ارض واسعه جدا وعاليه جدا، مساحه واسعه من الارض المرتفعه مستويه السطح. ايه الفرق بين الجبل والهضبه؟ بص يا صديقي في الرسمه دي عباره عن هضبه، ده عباره عن جبل، هنا ليه قمه، هنا مستويه السطح، يبقى مساحه واسعه من الارض المرتفعه مستويه السطح. اللي بعده التراث الثقافي، ودي نقطة مهمة جدا جدا. يعني ايه تراث ثقافي؟ قال لي هوية الشعوب التي تميزها. يعني ايه الهوية يا مستر؟ يعني تشمل العادات والتقاليد اللغة، يبقى هوية الشعوب التي تميزها وتشمل لغتهم، فنونهم، عاداتهم، وكمان تقاليدهم. يعني عاداتنا وتقاليدنا واللغة بتاعتنا والفن ده اسمه التراث الثقافي. الموقع الفلكي زي ما احنا عارفين هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول اللي عاملة كده ودوائر العرض. موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. منطقة حرارية، وده أهم تعريف عندنا في الوحدة الأولى. يعني ايه منطقة حرارية يا مستر؟ قال لي مساحة على الكرة الأرضية، حتة من الكرة الأرضية ولكنها تتشابه في خصائصها المناخية. يعني ايه يا مستر؟ حتة من كوكب الأرض تتشابه في خصائصها المناخيه، يعني الحراره واحده، الرياح واحده، الامطار واحده. اللي بعده عندنا البيئه. يعني ايه البيئه؟ قال لي كل ما يحيط بالانسان، كل اللي حواليا اسمه بيئه. كل ما يحيط بالانسان يؤثر فيه ويتاثر به. انا باثر فيه، ببني وبطور واعمر في البيئه وبتاثر بيها. لو انا بيئه زراعيه بتاثر في اكلي، بتاثر في شربي، بتاثر في شغلي. لو انا بيئه صحراويه بتاثر في لبسي وبتاثر في شغلي. يبقى كل ما يحيط بالانسان ويؤثر فيه ويتاثر به. اللي بعده البيئه الريفيه. ايه البيئه الريفيه يا مستر؟ قال لي هي البيئه التي تنتشر بها القرى، اللي فيها قرى كتير جدا جدا، وكمان يزداد بها النشاط الزراعي، فيها زراعه، كلها زراعه. اللي بعده عندنا الانشطه الاقتصاديه. كلمه نشاط اقتصادي يعني الحرفه او الشغلانه. لما نيجي نعرف كلمه الحرفه او الشغلانه، قال لي كل عمل يقوم به الانسان. هو كل ما يقوم به الانسان لايه يا مستر؟ لتلبيه احتياجاته. النهارده بابا بيشتغل شغلانه او بينزل المحل بتاعه، الورشه بتاعته، لتلبيه احتياجات الاسره. يبقى كل ما يقوم بالانسان، قال لي كل اي شيء يقوم به الانسان من اعمال ومشروعات لتلبيه احتياجاته بنسميها النشاط الاقتصادي او الانشطه الاقتصاديه. البيئه الحضريه قال هي البيئه التي شيدها الانسان، اللي بناها، بنى بيت، بنى مصنع، بنى عماره. البيئه التي شيدها الانسان. قال لي وتشمل المدن والمناطق العمرانيه، فيها مدن كتير، فيها مناطق عمرانيه، وتتاثر بالتغيرات التكنولوجيه والاجتماعيه. يبقى كمان هي البيئه التي شيدها الانسان، اللي بناها الانسان. النهارده وانا ماشي في المدينه بلقى مصانع، بلقى بيوت، بلقى عماير كتير، بلقى طرق، بلقى كباري. يبقى البيئه التي شيدها الانسان سواء كانت عندنا مدن او مناطق عمرانيه تتاثر بالتغيرات التكنولوجيه والاجتماعيه. البيئه الصحراويه قال لي هي البيئه التي توجد بها مساحه واسعه من الرمال والجبال، مساحه كبيره جدا كلها جبال، كلها صحراء، كلها رمال. يبقى هي البيئه التي توجد بها مساحات واسعه من الرمال والجبال، وتتميز بثلاث حاجات. قال لي اولا كده ندره الامطار. الامطار نادره يعني قليله جدا. طب والحراره مرتفعه جدا، يبقى مفيش ميه، الحراره مرتفعه جدا بالنسبه للسكان قليلين وقله عدد السكان. اللي بعده البيئه الساحليه.
يعني ايه مستر البيئة الساحلية؟ قال هي المناطق الساحلية أو المستوية التي تمتد بمحاذاة البحر الأحمر أو المتوسط أو خليج السويس أو خليج العقبة. يعني ايه يا مستر؟ بالراحة كده وببساطة، يعني الأرض اللي جنب البحر الأحمر والبحر المتوسط أو جنب خليج السويس أو جنب خليج العقبة بنسميها البيئة الساحلية. أنا النهارده رايح أصيف ورايح الساحل، فعندي فين؟ بروح فين؟ بروح عند بحر، بروح عند خليج احمر متوسط. يبقى البيئه الساحليه هي البيئه الارض المستويه او المناطق الساحليه المستويه الممتده بمحاذاه. طب كلمه محاذاه تقيله عليا يا مستر، قلت لك على جوانب. اقول بكل بساطه هي البيئه التي تمتد على جوانب، اللي جنب البحر الاحمر واللي جنب البحر المتوسط واللي جنب خليج العقبه واللي جنب خليج السويس. المحافظة الحدودية قال لي هي تلك المحافظة التي تقع على أطراف حدود مصر، يعني تقف طاعة من بره. يبقى هي المحافظة التي تقع على أطراف حدود مصر البرية أو البحرية. حلو قوي. وتشترك في حدودها مع دول أخرى. قال المحافظة بتاعتي آخر حدودها مع دولة تانية، زي محافظة الوادي الجديد، زي محافظة أسوان، زي محافظة مرسى مطروح، زي شمال سيناء، جنوب سيناء. يبقى تلك المحافظة التي تقع على أطراف حدود مصر، على الأطراف من بره خالص، تشترك في حدودها مع دول أخرى، وتطل على مين؟ تطل على مسطحات مائية. الكثافة السكانية. يعني ايه كثافة سكانية يا مستر؟ قال لي متوسط عدد السكان الذين يعيشون في الكيلومتر المربع الواحد من المساحة. متوسط عدد السكان اللي بيعيشوا في قد ايه؟ في مساحة معينة، في كيلومتر مربع واحد من المساحة. نجيب السكان اللي هنا ونقول متوسطهم كام. يبقى الكثافة السكانية متوسط عدد السكان الذين يعيشون في الكيلو المربع الواحد من المساحة. يلا النقطة اللي بعدها. سؤال بما تفسر اللي كلنا بنخاف منه، ما تقلقش خالص. أول سؤال بيقول لي تشبه قارة أمريكا الجنوبية أحد الأشكال الهندسية. شكلها دايرة يا مستر؟ شكلها مربع؟ شكلها مستطيل؟ شكلها إيه بالظبط؟ شكلها مثلث؟ أقول لك بالظبط. تشبه قارة أمريكا الجنوبية أحد الأشكال الهندسية لأنها تشبه المثلث. اللي بعده، تتميز قارة أفريقيا بشكلها الهضبي. ليه وأنا ماشي عند قارة أفريقيا أحس إن كلها هضاب؟ أقول له يا مستر بسبب كثرة الهضاب أو تعدد الهضاب. طب زي مين عندنا؟ قال لي زي هضبة أفريقيا الشمالية. يبقى بسبب تعدد الهضاب فيها، يعني كثرة الهضاب فيها يا مستر، مثل هضبة أفريقيا الشمالية. اللي بعده، وجود مناطق شديدة البرودة في قارة أمريكا الشمالية. ليه لما أروح عند قارة أمريكا الشمالية ألقى مناطق شديدة البرودة؟ أقول له لأنها قريبة من القطب الشمالي، بسبب قرب هذه المناطق من القطب الشمالي. طب اللي بعده يا مستر سؤال زيه بالظبط، وجود مناطق شديدة البرودة في القارة القطبية الجنوبية. ليه يا مستر؟ عشان نفس الإجابة؟ لا، لقربها من القطب الجنوبي. يبقى أمريكا الشمالية في الشمال قربها من القطب الشمالي. طب القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا لقربها من القطب الجنوبي. اللي بعده يا مستر 5 بيقول لي تنوع التراث الحضاري في قارة آسيا. ليه آسيا دي فيها تنوع حضاري كبير جدا؟ يعني ليه فيها حضارات؟ أقول له نشأت على أرضها الكثير من الحضارات. طب إيه الحضارات اللي عندنا؟ قال لي زي الحضارة مثلا الصينية والحضارة الهندية وحضارة بلاد العراق القديم وحضارة فينيقيا، دي كلها حضارات. يبقى تنوع التراث الحضاري في قارة آسيا لأنه نشأ على أرضها العديد من الحضارات. في أكتر من حضارة نشأت على أرضها، زي حضارة الصين القديمة والحضارة الهندية وحضارة العراق القديم. اللي بعده، تنوع التراث الحضاري في قارة أفريقيا. نفس السؤال بالظبط. قارة أوروبا هل في حضارات؟ أقول له قامت على أرضها حضارتين، الحضارة اليونانية الحضارة الرومانية. يبقى قامت على أرضها كم حضارة يا مستر؟ حضارتان، حضارة اليونان وحضارة الرومان في العصور القديمة. اختلاف المناخ من دولة لأخرى. ليه المناخ بيختلف من دولة للتانية؟
ليه في دوله برد جدا جدا، ليه دوله حر جدا جدا، ليه دوله زي مصر معتدله؟ اقول له بسبب اختلاف موقع الدول بالنسبه لدوائر العرض. النهارده انا عندي الكره الارضيه، هنا عندنا دائره مين؟ الاستواء، هنا عندنا مدار السرطان، هنا عندنا مدار الجدي، هنا عندي خط جرينتش. هل الدوله بتاعتي لو كانت هنا زي هنا؟ تقول لا يا مستر. ليه؟ لان احنا كلما اقتربنا من دائره الاستواء ترتفع درجه الحراره. طب كل ما بنبعد تنخفض درجه الحراره، يبقى تختلف المناخ من دوله للتانيه بسبب اختلاف موقع الدول بالنسبه لدوائر العرض. اللي بعده اهميه دوائر العرض. هي بتعمل ايه دوائر العرض؟ قال لي تقسم الكره الارضيه الى مناطق حراريه يا مستر. بتقسمهم لي الى 3 مناطق حراريه، يبقى لانها تقسم الارض الى مناطق حراريه. السؤال اللي بعده اهميه خطوط الطول. بتعمل ايه؟ قال لي خطوط الطول دي بتعرفني فرق التوقيت، يبقى اهميتها بتعرفني فرق التوقيت. طب وكمان يا مستر هي المرجع الاساسي للتوقيت، وخاصه خط جرينتش. يعني خط جرينتش ده هو اسمه المرجع الاساسي للتوقيت. يبقى اهميه خطوط الطول تعد المرجع الاساسي للتوقيت، فهي تساعدنا على معرفه فروق التوقيت بين البلدان. انا النهارده عندي الساعه 9، دوله ثانيه الساعه 11، دوله ثالثه الساعه 4 الفجر، دوله ثالثه الساعه 6 الصبح، وهكذا. يبقى اهميه خطوط الطول المرجع الاساسي للتوقيت، وكمان بتعرفني الفرق ما بين التوقيت في البلدان. اختلاف التوقيتات الزمنيه بين دول العالم. ليه في دوله الساعه 2 زي ما قلت لك، ليه دوله الساعه 3؟ بسبب اختلاف موقعها بالنسبه لخطوط الطول. موقعها مختلف تماما بسبب اختلاف موقعها بالنسبه لخطوط الطول. السؤال الجاي ده مهم جدا، بيقول لي بما تفسر اهميه ثوره 23 يوليو بالنسبه للفلاحين. هي الثوره دي عملت ايه في الفلاحين؟ اقول لك الثوره دي اعاده توزيع الاراضي على الفلاحين، وزعت من اول وجديد. كان في ناس ما عندهاش ارض زراعيه، هي اعاده توزيع الاراضي الزراعيه على الفلاحين. طب ليه وزعت؟ علشان تحسن اوضاعهم. يبقى لانها اعاده توزيع الاراضي الزراعيه على مين؟ على الفلاحين، مما ادى الى تحسين اوضاعهم. انا النهارده ما كانش عندي ارض زراعيه، فالدوله ادتني ارض زراعيه، فبقيت حالتي احسن واحسن. اللي بعده 12 قله النبات الطبيعي في البيئه الصحراويه عن البيئات الثانيه. هو ليه النبات الطبيعي اللي بينمو تلقائيا قليل جدا في الصحراء؟ تقول لي يا مستر ما فيش ميه، في جفاف. اقول لك برافو عليك، بسبب الجفاف. 13 تركز السكان في البيئه الحضريه عن البيئات الثانيه، البيئات الاخرى. هو ليه السكان بيقعدوا في البيئه الحضريه عن البيئات الثانيه؟ اقول لك عشان عندنا 4 اسباب. اولهم البيئه الحضريه دي فيها تخطيط عمراني وحضاري. فيها تخطيط عمراني بمعنى ايه؟ البيوت زي بعض والشوارع واسعه وجميله، يبقى التخطيط العمراني والحضاري. كمان جوده البنيه التحتيه. ايه الجوده؟ قال الكهرباء كويسه والطرق كويسه والكباري كويسه والصرف الصحي والنت سريع، اسمها جوده البنيه التحتيه. طب وكمان تنوع وسائل النقل. قال مواصله واثنين وثلاثه واربعه، يعني عندي تاكسي، عندي مترو، عندي قطر، عندي مونوريل، عندي قطار كهربي سريع، عندي اتوبيس ترددي. كل ده اسمها تنوع وسائل النقل والمواصلات. طب وكمان يا مستر بيقول لي عندي تنوع الانشطه الاقتصاديه، فيها اكتر من نشاط. يعني عندي فرصه ان اشتغل في الصناعه، وعندي فرصه ان اشتغل في الخدمات زي التعليم، زي الصحه، زي النقل والمواصلات، زي السياحه، فاكتر من فرصه عمل. تنوع الانشطه الاقتصاديه كالصناعات الخفيفه اللي هي الصناعات الغذائيه والتحويليه والانشطه الخدميه والسياحه. الخدميه يا مستر زي ايه؟ قال لي اشتغل في النقل والمواصلات، اشتغل في التعليم، اشتغل في ايه؟ في الامن. دي كلها انشطه خدميه. يبقى عندنا 4 اسباب مهمين جدا تخلي السكان بيقعدوا في البيئه الحضريه عن البيئات الاخرى. التخطيط العمراني والحضاري، رقم 2 جوده البنيه التحتيه، تنوع وسائل النقل والمواصلات، تنوع الانشطه الاقتصاديه كالصناعات الخفيفه والتحويليه، وكمان عندنا الانشطه الخدميه والسياحه. اللي بعده 14 بيقول لي اختلاف البيئات المصريه. هي ليه البيئات المصريه مختلفه؟ ليه عندي بيئه زراعيه، بيئه حضريه، بيئه صحراويه، بيئه ساحليه؟ اقول له لان كل بيئه من هذه البيئات صفه وميزه متميزه، او صفه خاصه بها تميزها عن غيرها.
لان لكل منها خصائص مميزه وكمان اسلوب خاص بها مستمد من مواردها. لان لكل منها خصائص مميزه، يعني البيئه الصحراويه ليها ميزه وليها خصائص، والبيئه الزراعيه ليها ميزه وليها خصائص، والبيئه مثلا الزراعيه او الصحراويه او الحضريه ليها خصائص وميزه. مختلفين في اكلنا، في شربنا، في نومنا. يعني مثلا في البيئه الزراعيه يناموا بدري يصحوا بدري، البيئه الحضريه مختلفه. عندي مثلا مصانع، هناك ما فيش عندي مصانع، عندي زراعه. فلكل بيئه من هذه البيئات خصائص مميزه واسلوب معيشه مستمد من مواردها. بيقول لي اسلوب معيشه خاص بيها هي وبس، مستمد من مواردها. اللي بعده اهميه البيئه الريفيه او الزراعيه في مصر. هي دي مهمه، دي مهمه جدا جدا. قال لي لانها تعتبر مصدر للغذاء الاساسي. انا بجيب كل اكل وشربي اصلا من فين يا مستر؟ من الزراعه. ايه باخد منها الغذاء؟ باخد منها الفاكهه والخضار، اللحوم، الالبان، ده كله موجود في البيئه الزراعيه. يبقى اهميتها تعد مصدر اساسي رئيسي للغذاء الاساسي من محاصيل وخضروات وفاكهه ولحوم والبان. ممكن اقول له الحصول على، اختصارا، محاصيل وخضروات وفاكهه ولحوم والبان. اهميه البيئه الصحراويه. هي الصحراء دي مهمه؟ ايه ده؟ هو حد هيستفيد من الصحراء؟ الصحراء دي فيها حاجات كتير مهمه جدا. انا رقم واحد، تعد مصدر اساسي للعديد من المعادن ومصادر الطاقه. باخد منها حديد ومنجنيز وذهب والومنيوم، ومصدر للطاقه زي الفحم، البترول، الغاز الطبيعي، دي مهمه جدا. طب ايه كمان؟ قال لي يوجد بقى بعض المحاصيل المميزه زي الزيتون والنخيل، بيتزرعوا فين؟ في الصحراء يا مستر. طب ايه كمان؟ قال لي بيئه مناسبه للنشاط السياحي، وخاصه سياحه السفاري والسياحه البيئيه. والاثنين دول يا مستر بيجوني في شكل اكمل. تعد البيئه الصحراويه بيئه مناسبه للنشاط السياحي، خاصه سياحه نقط ونقط، سياحه السفاري والسياحه البيئيه. اللي بعده ينتشر نشاط صيد الاسماك في محافظتي بورسعيد والاسكندريه. اشمعنى الاسماك هناك يا مستر؟ تقول لي ان المحافظات دي تقع على البحر المتوسط، جنب بحر، هشتغل في ايه؟ اشتغل في صيد الاسماك. يبقى بسبب وقوعهما على البحر المتوسط. اللي بعده انتشار النشاط الزراعي في محافظه الشرقيه والغربيه. ليه عندي نشاط زراعي في الغربيه والشرقيه؟ اقول لك بسبب وجود التربه الخصبه والمياه العذبه. عندي بحر اشتغلت فيه نشاط صيد الاسماك، طب عندي تربه خصبه ومياه عذبه او مياه عذبه، ازرع. بسبب وجود تربه خصبه ومياه عذبه بالمحافظه. يلا اللي بعده انتشار الانشطه السياحيه في محافظه الاقصر. ليه محافظه الاقصر دي هي محافظه من المحافظات السياحيه؟ اقول له وذلك بسبب وجود اماكن اثريه بالمحافظه، في اثار، في متاحف، يبقى تنتشر بيها النشاط السياحي. اللي بعده تعتبر المكسيك دوله بحريه، والسؤال ده مهم. ليه دوله المكسيك دي اللي خدناها دوله بحريه الموجوده في امريكا الشماليه؟ اقول له يا مصر لانها تتميز بسواحل على، عندها سواحل على مين دوله المكسيك؟ قال لي على المحيطين الاطلنطي والهادي. الدوله دي في الحته دي، هنا عندي محيط اطلنطي وهنا عندي محيط مين؟ وهادي. طب والحته دي فيها خليج مين؟ قال لي خليج المكسيك. يبقى فيها كل ده ميه، يبقى عشان كده دوله مين؟ دوله بحريه تتميز بسواحل على المحيط الهادي والمحيط الاطلنطي وكمان وجود خليج المكسيك. اللي بعده ما النتيجه المترتبه على؟ اللي ترتب على اختلاف وقوع الدول على خطوط الطول. انا عندنا خطوط الطول كتير جدا، عندي هنا خط جرينتش وهنا خط وهنا خط وهنا خط، في دوله هنا وفي دوله هنا. هو ليه الدوله دي في التوقيت غير الدوله دي يا مستر على خطوط الطول؟ اللي ترتب نقول له وجود فرق في التوقيت بين دول العالم، هنا وقت وهنا وقت، يبقى ادى اختلاف وقوع الدول على خطوط طول مختلفه ادى الى وجود فروق في التوقيت بين دول العالم. اللي بعده قرب امريكا الشماليه من القطب الشمالي ادى الى وجود مناطق شديده البروده، ما هو قريبه جدا جدا من الثلج، يبقى وجود مناطق شديده البروده. اللي بعده يا مستر 3 بيقول لي اشتهار البيئه الساحليه بشواطئها الرمليه ومناظرها الطبيعيه الخلابه. لما البيئه الساحليه دي فيها شواطئ رمليه جميله قوي ومناظر جميله، ايه اللي ترتب؟ قال لي اشتهرت بالسياحه، ادى الى اشتهارها بالسياحه، خاصه السياحه مين ومين؟ السياحه البيئيه والترفيهيه. يبقى تركز في حاجه مهمه جدا، لما يقول لي البيئه الساحليه فيها ايه؟ فيها سياحه بيئيه وترفيهيه. البيئه الصحراويه فيها سياحه بيئيه وسياحه سفاري. ايوه ركز قوي. اللي بعده
توافر التربه الخصبه والمياه العذبه في البيئه الريفيه. لما مكان كان فيه تربه خصبه ومياه عذبه نعمل ايه؟ هنزرع يا مستر. برافو عليك، ادى الى قيام النشاط الزراعي او وجود الزراعه. 5. قيام ثورة 23 يوليو سنة 1952 بإعادة توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين. لما وزعت الأرض على الفلاحين، أنا ما كانش عندي أرض وخدت حتة أرض، وأنت ما كانش عندك أرض وخدت حتة أرض، إيه اللي ترتب على كده؟ نقول له تحسن أوضاع الفلاحين، أدى إلى أحوالنا اتحسنت. تحسن أوضاع الفلاحين. اللي بعده 6. انتشار الجفاف في البيئة الصحراوية. لسه أنا من شوية طول ما عندي قلة في النبات الطبيعي يبقى عندي جفاف. ايه اللي ترتب لما عندي جفاف؟ قله النبات الطبيعي. ما عنديش نبات طبيعي، قله النبات الطبيعي. النبات الطبيعي ده في بذره موجوده في الارض، ينزل مطر تطلع. طب ما فيش ميه هيطلع ازاي؟ يبقى قله النبات الطبيعي. اللي بعده وقوع محافظه بورسعيد على مسطح مائي ادى الى انتشار حرفه صيد الاسماك في محافظه بورسعيد. انا بطل على البحر المتوسط، فانا السكان بيشتغلوا في ايه؟ في صيد السمك. ما انا قدامي ميه هصطاد وهشتغل. ادى الى انتشار نشاط يعني حرفه صيد الاسماك. اللي بعده دل على صحه العبارات الاتيه. اديني دليل ودلل بيجينا في الامتحان وركز فيه، وجاب لك معظم الاسئله دلل وكلها اجابات بسيطه وسهله جدا. يلا يا صديقي، دل على صحه العباره. تتميز قاره اسيا ببعض الخصائص الجغرافيه التي تميزها عن غيرها. فيها خصائص جغرافيه تميزها عن مين؟ تميزها عن غيرها. ايه الخصائص الجغرافيه اللي بتميز قاره اسيا عن غيرها؟ نقول له حاجتين اتنين وبس. تشتهر بانها فيها اعلى جبال العالم. حلو قوي، يبقى فيها مين؟ اعلى جبال العالم، جبال الهيمالايا اللي فيها قمه اسمها قمه ايفرست، وكمان في اعلى هضبه في العالم هضبه التبت. يبقى بكل بساطه حيث تشتهر قاره اسيا بوجود مين يا مستر؟ قال لي بوجود اعلى هضاب العالم. اعلى هضبه في العالم موجوده في اسيا، فدي ميزه رقم 1 اسمها هضبه التبت. طب وكمان اعلى قمه جبليه في العالم هي قمه ايفرست. يبقى فيها حاجتين، اعلى قمه جبليه، اعلى جبل اسمه ايفرست، وكمان اعلى هضبه اسمه هضبه التبت. حلو قوي يا مستر، سهلين. يلا السؤال اللي بعده. تتنوع التضاريس في قاره اوروبا. يعني كلمه تتنوع يعني مش حاجه واحده، والتضاريس يعني الجبال يعني السهول. اقول لك بس دي سهله وبسيطه. قال لي فيها جبال زي جبال مين؟ القلب يا قلب. فيها جبال مين؟ القلب. طب وكمان فيها ايه يا مستر؟ قال لي فيها السهل الاوروبي العظيم اللي هي ارض خصبه كبير قوي 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 في اوروبا. يبقى تتنوع التضاريس في داخل القاره. ممكن نقول اجابتنا من اول هنا، نقول يوجد بها جبال الألب، وكمان عندنا السهل الاوروبي العظيم. اللي بعده يطل المحيط القطبي الشمالي على عديد من القارات. بص معايا، انا هنا كان عندي قاره مين؟ هنا قاره اسيا، وهنا قاره اوروبا، وهنا قاره افريقيا، وهنا امريكا الشماليه، وهنا امريكا الجنوبيه، وده المحيط القطبي الشمالي. فبقول لي يطل المحيط القطبي الشمالي على عديد من القارات. اقول له عندنا هنا قاره اسيا بتطل عليه، وهنا قاره اوروبا، وهنا قاره امريكا مين؟ قال لي امريكا الشماليه. يبقى هي دي الاجابه. اقول له حيث يطل على قارات زي اسيا اهي، واوروبا بعدها، وكمان بعدها امريكا مين؟ امريكا الشماليه. اللي بعده يا مستر 4. لمصر دور عظيم في اظهار التراث الحضاري، والسؤال ده مهم جدا جدا ومعانا باذن الله في الامتحان. لمصر دور عظيم في اظهار التراث الحضاري. مصر لها دور كبير ان هي اظهرت التراث او اظهرت الحضاره للعالم كله. ان احنا عندنا حضاره في افريقيا عملت ايه؟ نقول له حيث قامت اعظم الحضارات في التاريخ في مصر وهي الحضاره المصريه القديمه. يبقى حيث قامت على ارض مصر اعظم الحضارات التي يعرفها التاريخ. التاريخ كله عارف حضارات عظيمه، الحضاره المصريه القديمه من اعظمهم وهي الحضاره المصريه القديمه. يبقى حيث قامت على ارضها اعظم الحضارات التي يعرفها التاريخ وهي الحضاره المصريه القديمه. اللي بعده تؤثر دوائر العرض على المناخ. ازاي بتاثر دوائر العرض دي على المناخ؟ نقول بكل بساطه كلما اقتربنا من دائره الاستواء ترتفع درجه الحراره. هنا عند دائره الاستواء اللي في النص دي حر نار، كل ما نقرب ترتفع، كل ما نبعد تنخفض عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي. عشان كده قلت لك عندنا مناطق شديده البروده في امريكا الشماليه، وعندنا مناطق شديده البروده في القاره القطبيه الجنوبيه في الجنوب. يبقى حيث قلناها كلما اقتربنا من دائره الاستواء ارتفعت درجه الحراره، وكلما ابتعدنا عن دائره الاستواء انخفضت درجه الحراره. عملت الدوله على تطوير البيئه الريفيه
هي الدوله عملت ايه عشان تطور البيئه الريفيه؟ هديك حته كده صغنطوطه جدا جدا عشان لو جالنا السؤال ده في البيئه الريفيه الحضريه الساحليه. اي نقطه هيجيب لي الحته دي هقول له جمله واخد عليها الدرجه، اللي هي تطوير البنيه التحتيه. في البيئه الساحليه طورنا البنيه التحتيه، في البيئه الحضريه نطور البنيه التحتيه، في البيئه الريفيه بنطور البنيه التحتيه. يبقى بكل بساطه حيث قامت الدوله بايه؟ اهي تطوير البنيه التحتيه. مشاريع البنيه التحتيه زي مين؟ زي الكهرباء والطرق والصرف الصحي. طورنا الكهرباء بقت احسن، وعملنا طرق جديده افضل، وكمان طورنا الصرف الصحي. طب وكمان وفرنا فرص عمل للشباب. ما هو الريف عندهم فرص العمل قليله، توفير فرص عمل للشباب. طب في نفس الوقت عملنا ايه؟ قل زياده الخدمات زي المدارس والمستشفيات. اروح مثلا الناس اللي عايشه في قريه او عايشه في الريف يقول لي يا مستر احنا اصلا عندنا في القريه كلها مدرسه او اتنين بالكتير. طب نيجي في القاهره مدارس كتير قوي بالمجمع، مدارس جنب بعض بالخمسه والسته والعشره مدارس جنب بعض. يبقى في البيئه الريفيه دي عايزين نحسن اوضاعهم ونعمل لهم ايه؟ نعمل لهم مدارس اكتر ومستشفيات اكتر. يبقى قامت الدوله بتطوير البيئه الريفيه من خلال توفير فرص عمل للشباب. هنزود الخدمات زي المدارس والمستشفيات، وكمان هنطور البنيه التحتيه زي الكهرباء والطرق والصرف الصحي. اللي بعده تتعدد الانشطه الاقتصاديه التي يمارسها سكان البيئه الحضريه. يعني سكان البيئه الحضريه دول بيشتغلوا في حاجات كتير قوي قوي. اقول له ايه الدليل؟ حيث يعمل معظم سكانها في الصناعات الخفيفه زي ايه؟ زي صناعه الاغذيه، الاكل والشرب، والصناعات كمان التحويليه زي الحديد والصلب، والتجاره، والانشطه الخدميه زي التعليم والصحه والامن والسياحه والنقل والمواصلات. يعني في كام واحد شغال مثلا باباه شغال في مصنع حديد وصلب، في كام واحد باباه شغال مثلا في صناعات الاغذيه في مكان مثلا مصنع اغذيه، في كام واحد شغال مثلا باباه سواق او بيشتغل في شركه نقل، في كام واحد شغال باباه في السياحه، في مثلا في الصناعه، في التجاره، في التعليم، كام واحد باباه مدرس او مدير او مثلا دكتور جامعي او كتير جدا. يبقى التنوع الانشطه الاقتصاديه في البيئه الحضريه حيث يعمل معظم السكان في الصناعات الخفيفه كالاغذيه، والصناعات التحويليه زي الحديد والصلب، والتجاره، والانشطه الخدميه زي الخدميه يا مستر زي التعليم والصحه والبنوك والسياحه والنقل والمواصلات. اللي بعده يا مستر 8 قال لي عملت الدوله على تطوير البيئه الحضريه. الدوله طورت البيئه الحضريه. اديني دليل. نقول حيث قامت بانشاء المدن الجديده، مدن جديده، وتطوير البنيه التحتيه. شايف اهو لسه قايل لك عليها. اي حاجه عملتها الدوله في اي بيئه هي تطوير البنيه التحتيه. طورت في البيئه الحضريه تطوير البنيه التحتيه، في البيئه الريفيه تطوير البنيه التحتيه، في الساحليه تطوير البنيه التحتيه. يبقى من خلال انشاء مدن جديده، تطوير البنيه التحتيه بالمدن المختلفه، القضاء على العشوائيات، واستخدام وسائل النقل المستدام. النقل المستدام ده اللي هو النقل الصديق للبيئه، النقل الاخضر او النقل النظيف، زي مثلا المترو بتاع الخط الثالث اللي هو بنسميه الخط الاخضر. يبقى قامت الدوله بانشاء مدن جديده، وكمان طورت العشوائيات وتطوير البنيه التحتيه واستخدام وسائل النقل المستدام. اللي بعده 9 عملت الدوله على تطوير البيئه الصحراويه. ازاي هنطور البيئه الصحراويه؟ تقول لي رقم 1 الحفاظ على او حسن اداره الموارد المائيه. احافظ على الميه او احسن اداره الموارد المائيه. انت بتقول لي يا مستر ان البيئه الصحراويه دي ميتها قليله، نادره المطر، فالميه اللي فيها نحافظ عليها على قد ما نقدر. يبقى قامت الدولة بتطوير البيئة الصحراوية من خلال إدارة الموارد المائية بالمناطق الصحراوية بشكل مستدام، أو ممكن نقول له حسن إدارة الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية اللي كل مرة هنقول عليها. يبقى تطوير البنية التحتية وكمان إدارة الموارد المائية بالمناطق الصحراوية بشكل مستدام. تتنوع الأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية. هم الناس اللي عايشين في الساحل دول اللي عند مثلا البحر الأحمر والمتوسط وخليج السويس وخليج العقبة بيشتغلوا في إيه؟ تقول لي مثلا مبدئيا كده في صيد مين؟ برافو عليك، صيد الأسماك. طب وكمان استخراج مصادر الطاقة زي البترول والغاز الطبيعي. طب وكمان سياحة. ليه سياحة يا مستر؟ هم عندهم آثار؟ لا ما عندهمش آثار، بس عندهم شواطئ جميلة، يبقى يشتغلوا في مين؟ في السياحة. يبقى عندي صيد أسماك، استخراج بترول وغاز طبيعي، السياحة خاصة السياحة البيئية والترفيهية. طب وكمان التجارة عبر الموانئ البحرية. الميناء ده المكان
اللي السفينه بتيجي تقعد فيه بترسو فيه، يا بتحمل يا اما بتنزل الحموله بتاعتها. فاحنا بنتاجر مع الناس دي. التجاره عبر الموانئ المختلفه. تتعدد المحافظات المصريه الحدوديه. عندي 5 محافظات. عندي محافظه شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومرسى مطروح والوادي الجديد. يبقى حيث يوجد في مصر اكثر من محافظه. هم كام؟ 5 محافظات. البحر الاحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، ومطروح والوادي الجديد. اللي بعده يا مستر، قال لي تختلف المحافظات المصريه من حيث مساحتها. هي مختلفه. نقول له عندنا محافظات كبير قوي. اكبر محافظه الوادي الجديد، واصغر محافظه محافظه دمياط. بس كده. نقول له عندنا اكبر المحافظات الوادي الجديد، واصغر محافظه محافظه دمياط. يبقى اكبر محافظه عندنا ايه؟ محافظات مساحتها كبيره زي الوادي الجديد. طب ومحافظات مساحتها صغيره زي محافظه دمياط. دي اكبر محافظه ودي اصغر محافظه. اللي بعده، تختلف المحافظات المصريه من حيث عدد سكانها. اقول لك بكل بساطه، عندنا اكبر محافظه في مصر من حيث عدد السكان اقول له القاهره، واصغر محافظه جنوب سيناء. يبقى محافظه فيها سكان كتير قوي قوي محافظه مين؟ القاهره. طب ومحافظه عدد سكانها قليل قوي 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 زي جنوب سيناء. يبقى هنفرق بين 4 محافظات. اكبر محافظه مساحه الوادي الجديد، اصغر محافظه مساحه دمياط، اكبر محافظه من حيث عدد السكان القاهره، اصغر محافظه من المحافظه من حيث عدد السكان هي محافظه مين؟ محافظه جنوب سيناء. يلا ندخل على المقارنات. المقارنات رقم 1 بيقول لي عايزك تقارن بين البيئه الريفيه والبيئه الصحراويه من حيث دور الدوله في التطوير. ما انت قلت لهم لي يا مستر، دور الدوله في البيئه الريفيه هنوفر فرص عمل للشباب، وهنزود الخدمات زي المستشفيات والمدارس، وهنطور مشاريع البنيه التحتيه زي الطرق والكهرباء والصرف الصحي. حلو قوي. طب بالنسبه للبيئه الصحراويه، انت قلت لي برضو يا مستر اداره الموارد المائيه بشكل مستدام وهطور البنيه التحتيه. حلو قوي. البيئه الريفيه والبيئه الحضريه من حيث اهم الانشطه الاقتصاديه. يعني بيشتغلوا في ايه؟ ما انت قلت لي يا مستر الناس اللي في الريف بيشتغلوا في ايه؟ قال لي بيشتغلوا في الزراعه وتربيه الحيوانات. بس كده لا، وكمان بيشتغلوا في بعض الصناعات البسيطه زي حفظ الاغذيه وتعليبها وانتاج اللحوم ومنتجات الالبان. يبقى عندنا يشتغلوا في الزراعه، بيزرعوا في البيئه الريفيه ويربوا حيوانات وصناعات بسيطه، حاجات كده خفيفه زي حفظ وتعليب الفاكهه والخضروات، يعلبها لي اروح اشتريها لها مغلفه، وفي نفس الوقت انتاج اللحوم ومنتجات الالبان. طب البيئه الحضريه لسه بيشتغلوا في حاجات كتير قوي يا مستر. قلت لي الصناعات الخفيفه زي الاغذيه، الصناعات التحويليه زي الحديد والصلب، وكمان بيشتغلوا في التجاره، الانشطه الخدميه زي التعليم والصحه والبنوك ووسائل النقل والمواصلات والسياحه. دي كلها الانشطه الخدميه. اللي بعده عندنا البيئه الساحليه والبيئه الصحراويه من حيث اهم الانشطه برضه. بيشتغلوا في ايه في البيئه الساحليه؟ هتقول لي يا مستر قاعد جنب بحر فاشتغل في صيد الاسماك. طب وكمان بيستخرجوا مصادر الطاقه زي البترول والغاز الطبيعي، وكمان عندنا التجاره عبر الموانئ، صيد اسماك، استخراج بترول وغاز طبيعي، وكمان سياحه عشان عندي شواطئ جميله رمليه ومناظر خلابه، والتجاره عبر الموانئ البحريه. طب البيئه الصحراويه بيقول لك التعدين. يعني ايه كلمه تعدين يا مستر؟ التعدين ده هو استخراج المعادن ومصادر الطاقه من الارض. يعني بطلع معادن حديد وذهب ومنجنيز وفضه وكمان عندنا استخراج مصادر الطاقه زي البترول والغاز الطبيعي. يبقى التعدين حيث استخراج المعادن ومصادر الطاقه بنجيبها من فين؟ من بطن الارض. والعمل في حرفتي الرعي والزراعه. في ناس كتير قوي بترعى في البيئه الصحراويه، وفي ناس بتشتغل في الزراعه. يلا اللي بعده ناخد الاشكال وكمان مين؟ والخرائط اللي هتجينا في الامتحان. بص معايا كده وركز. قال لي امامك مجسم للكره الارضيه، اكتب ما تشير اليه الارقام الموقعه عليها. بكل بساطه رقم 1 دي اسمها ايه؟ قال لي دي اسمها الدائره القطبيه الجنوبيه في الجنوب. الدائره القطبيه مين؟ الجنوبيه. طب اللي بعده مثلا رقم 2 عندي ده مدار اسمه مدار السرطان. برافو عليك. 3 اللي في النص دي دائره الاستواء. 4 الخط الواقف ده اسمه خط رئيسي المرجع الاساسي للتوقيت، خط جرينتش. 5 الدائره القطبيه الشماليه. يبقى رقم 1 اسمها الدائره القطبيه مين؟ الجنوبيه تحت، دي اسمها الدائره القطبيه الشماليه. طب ايه كمان يا مستر؟ عندنا رقم 6
ده مدار الجدي. 2 مدار السرطان. اللي تحت خالص مدار مين؟ مدار الجدي اللي هو ده. يبقى عندنا الدائرة القطبية الشمالية، الدائرة القطبية الجنوبية، مدار السرطان، مدار الجدي، دائرة الاستواء، خط جرينتش. اللي بعده خريطة صماء لمصر، وضح الأرقام التي عليها. بيقول لي محافظة مساحتها كبيرة. المحافظة دي كلها واخدة الحتة دي كلها، دي أكبر محافظة من حيث المساحة، برافو عليك، اسمها الوادي الجديد. طب محافظة مساحتها صغيرة، صغنطوطة قوي قوي في الحتة دي، برافو عليك، أصغر محافظة هي محافظة دمياط. محافظة عدد سكانها كبير، أكبر محافظة من حيث عدد السكان قلنا محافظة القاهرة. الجزء ده القاهرة. 4 بيقول لي محافظة عدد سكانها قليل، أقل محافظة من حيث عدد السكان قلت لك يا مين؟ هي جنوب سيناء، دي كلها اسمها سيناء. تمام؟ نقسمها، الجزء ده اسمه شمال سيناء، الجزء ده اسمه جنوب سيناء. ندخل بقى على الوحدة الثانية، أرضي بلادي ومواردها. أهم المفاهيم الجغرافية. نبدأ برضو زي الوحدة الأولى بالمفاهيم الجغرافية. أول حاجة بيقول لي الغذاء. يعني إيه الغذاء ده يا مستر؟ قال لي ده هو مصدر الطاقة والنمو للإنسان. الإنسان ما يقدرش يستغنى عنه، هو مصدر الطاقة. أنا النهارده لو ما أكلتش أبقى هزيل وضعيف وتعبان، واليوم التاني مش قادر أتحرك، يبقى هو مصدر اللي بيديني الطاقة، الباور، مصدر الطاقة والنمو للإنسان، وبدونه يصعب الحياة، ما نقدرش نعيش من غيره. الغذاء الصحي، الغذاء الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، في كل حاجة، في بروتين وفي ألياف نباتية صحية، وفي دهون صحية، وفي خضار، وفي فاكهة. يبقى الغذاء الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم كلها. الغذاء غير الصحي بقى، للأسف الغذاء غير الصحي ده هو الغذاء الذي يحتوي على كميات كبيرة من إيه يا مستر؟ قال لي من النشويات والدهون الضارة والأملاح، يحتوي على كمية كبيرة من الدهون الضارة، وكمان سكريات كتير قوي قوي، وأملاح، وكمان نشويات. اللي بعده المسؤولية الوطنية. يعني ايه مسؤولية وطنية يا مستر؟ قال لي هو واجب المواطن تجاه وطنه. ايه المفروض يعمله المواطن، انا وانت وبابا وماما، تجاه الوطن؟ المفروض نعمل ايه؟ تقول لي يا مستر اول حاجة بنعملها الالتزام بالقوانين. يعني التزم بالقوانين. النهارده مثلا قدامي كمين واقف، اقف في مكاني. النهارده عندي الاشاره لسه ما فتحتش، لا استنى. يعني بكل بساطه الالتزام بالقوانين. طب وكمان قال لي العمل على تقدمه، اجتهد قوي قوي عشان الوطن يتقدم، بالاضافه الى الحفاظ على موارده. نقولها كمان، يبقى المسؤوليه الوطنيه هو واجبني انا وانت وكل الناس تجاه مين؟ تجاه الوطن. واجب المواطن تجاه وطنه، ويشمل الالتزام بالقوانين، العمل على تقدمه، والحفاظ كمان على الموارد بتاعته. بما تفسر أهمية الغذاء. لسه قايلين الغذاء ماله؟ هو مصدر الطاقة والنمو للإنسان. اللي بعده أهمية الزراعة. لا يا مستر، ده الزراعة دي مهمة جدا جدا، وبتحقق الأمن الغذائي، وبناخد منها الخضار والفاكهة، كلها بناخده من فين؟ من الزراعة. يعني بكل بساطة هي مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء. بتعمل إيه؟ بتحقق الأمن الغذائي. يبقى مصدر للغذاء، احنا كل أكلنا بيجي من الزراعة. يبقى البيئة الزراعية دي مهمتها إيه؟ أو أهمية الزراعة هي مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء، وتحقق الأمن الغذائي، وتوفر احتياجات السكان من الغذاء. طب زي مستر قال لي بناخد منها محاصيل غذائية وسكرية والفاكهة والخضروات. طب ممكن يا مستر الإجابة تقول عليا تخففها لي؟ نقول له بكل بساطة بتوفر المحاصيل الغذائية والسكريات، وكمان عندنا الفاكهة والخضروات. اللي بعده رقم 3 بتفسر إقامة الدولة مشروعي شرق العوينات والفرافرة، وكمان لو جاب لي والدلتا الجديدة. الدلتا الجديدة. ليه مستر عملنا المشروعات دي؟ أقول لك عملنا المشروعات دي عشان نزود إنتاج بلدنا من المحاصيل لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. يعني اكتفاء ذاتي يا مستر اللي هو توفير احتياجات السكان من الغذاء، نبقى مش محتاجين، اللي عندنا مكفينا. توفير احتياجات السكان من الغذاء يبقى لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. اللي بعده حرص المصريين القدماء على إنشاء المشروعات المائية على نهر النيل. زي يا مستر عشان وقت أكمل أقول له زي سد اللاهون. هو المصريين القدماء حرصوا على إنشاء مشروعات مائية؟ أقول لك
لخدمه مين؟ قال لي لخدمه الزراعه، ولانهم اعتمدوا على مياه نهر النيل لري الاراضي الزراعيه. احنا المفروض نعمل عليه مشروعات عشان بنخدم الزراعه، وكمان هو ده الاساسي في ري الاراضي الزراعيه. يبقى لخدمه الزراعه ولانهم اعتمدوا عليه في لري الاراضي الزراعيه. اهميه تربيه الماشيه. ليه انا بربي اصلا الماشيه؟ باخد منها ايه؟ قال لي باخد منها البروتين الحيواني اللي الجسم محتاجه. يبقى لانها مصدر للبروتين الحيواني، فهي توفر اللحوم والالبان، اللحوم الحمراء والالبان. النهارده انا مثلا بربي البقره عشان اخد منها اللحمه، باخد منها اللبن، يبقى توفر احتياجاتي من البروتين. اهميه المزارع السمكيه. ايه المزارع السمكيه دي؟ دي عباره عن احواض كبيره قوي قوي بنجيب فيها السمك الصغير، ونفضل بقى مين؟ نربي السمك الصغير. طب ليه يا مستر بنربي السمك الصغير ده؟ اهميته ايه؟ او اهميه المزارع السمكيه؟ قال لي تعد احد مصادر الثروه السمكيه، هي مصدر من مصادر الثروه السمكيه. انا بجيب سمك مثلا من البحر الاحمر، المتوسط، نهر النيل، بحيرات مصر الشماليه، بحيره ناصر، بس جنب ده عدد سكاننا كبير، فاحنا محتاجين سمك اكتر، فنعمل ايه؟ نعمل مزارع سمكيه. تعد احد مصادر الثروه السمكيه التي تمدنا، يعني ناخد منها الاسماك الغنيه بالبروتين والعناصر الغذائيه الضروريه لجسم الانسان. ممكن نقول له لزياده الانتاج السمكي عشان ازود السمك اكتر واكتر. اللي بعده اهميه الثروه السمكيه. هي السمك ده مهم؟ ده مهم جدا يا مستر، ده مصدر مهم من مصادر الغذاء، وبيوفر لي كمان البروتين الغني بالعناصر الغذائيه الضروريه. هو كل بروتين بيديني بروتين غني بالعناصر الغذائيه الضروريه، وكمان تدخل في بعض الصناعات زي تعليب الاسماك. مش انا عندي النهارده بعمل رنجه وبعمل فسيخ وملوحه والى اخره، دي كلها جايه من فين؟ من السمك. يبقى اهميه الثروه السمكيه ان هي بتدينا مصدر مهم جدا للبروتين، وفي نفس الوقت تدخل في بعض الصناعات زي صناعه تعليب الاسماك. اللي بعده استخدام اساليب الري الحديثه في الزراعه. ليه انا بستخدم اساليب ري حديثه زي الري بالرش او الري بالتنقيط؟ اجي امشي خرطوم واجي عند الزرعه وافتح فتحه تنقط عند الزرعه وبس. ليه يا مستر؟ عشان احافظ على الميه وازود الانتاج الزراعي، علشان عدم اهدار المياه واحافظ عليها. المحافظه على المياه، انا مش عايز اهدر الميه، انا عايز احافظ على الموارد بتاعتنا، لان الموارد هيجينا سؤال فيما بعد. اهميه الموارد هي سر قوتنا وتقدمنا. من اجل المحافظه على المياه وعدم اهدارها وازود الانتاج الزراعي، يبقى لزياده الانتاج الزراعي وعدم اهدار المياه والمحافظه عليها. عشان كده احنا بنستخدم اساليب ري حديثه زي الري بالرش والري بالتنقيط. اللي بعده يا مستر اهميه الثروه الحيوانيه. هي الثروه الحيوانيه دي مهمه يا مستر؟ الثروه الحيوانيه بناخد منها ايه؟ قال اللحوم والالبان والجلود، كل ده بناخده من فين؟ من الثروه الحيوانيه. يبقى لحوم والبان وجلود وبيض، ده كله من الثروه الحيوانيه. يبقى انها تعد مصدر مهم لانتاج الغذاء، دي مصدر مهم جدا جدا بيدينا الغذاء. وتوفر رقم واحد البروتين الحيواني زي اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء بتاعت الفراخ والالبان والبيض. يبقى اهميه الثروه الحيوانيه ممكن نقول بكل بساطه بتوفر اللحوم والالبان اللي هي اللحوم الحمراء والبيضاء والالبان، وكمان عندنا البيض. ثروه حيوانيه مقصود بها الحيوانات والفراخ كل ده والاسماك، اسمها الثروه الحيوانيه. تؤثر التغذيه السليمه في حياتنا. هل فعلا لما اكل صحي، اكل فيه كل العناصر الغذائيه اللي محتاجها جسمي، ده بيأثر جدا؟ طب بيعمل ايه؟ قال لي تجعل الجسم قويا ونشيطا، ما بقاش هزيل كده وتعبان، لا، تجعل الجسم قويا ونشيطا وقادر على ممارسه الرياضه. يبقى تجعل الجسم قويا ونشيط وتساعده على ممارسه الرياضه، وكمان تساعده كمان على النمو السليم وتحافظ على صحته. بس كده لا، وكمان بتقوي جهاز المناعه وتقلل من اصابه الامراض، بتخلي جهاز المناعه بتاعي حديد. اي دور برد يجي عندي، لا، يومين ثلاثه ويمشي من غير ما اتعالج. انا عندي مناعه، انا جسمي قوي عشان باكل اكل صحي. وتقوي جهاز المناعه وكمان تقلل من الاصابه بالامراض. اللي بعده توفير التدريب للصيادين. وليه احنا بندرب الصيادين يا مستر؟ احنا مالنا ومال الصيادين؟ اقول لك لا، لازم ندرب الصيادين لتحسين احوالهم او اوضاعهم. لازم نخليهم اوضاعهم تبقى كويسه، يعيشوا عيشه كويسه، زي ما جت ثوره 23 يوليو اعاده توزيع الاراضي على الفلاحين عشان نحسن اوضاعهم. المفروض ندرب المزارعين، المدرب الصيادين عشان نحسن احوالهم لتحسين اوضاعهم المعيشيه، وفي نفس الوقت
تنميه الثروه السمكيه وتحقيق الامن الغذائي، عشان نبقى مش محتاجين حاجه من حد. السمك بتاعنا مكفينا والزراعه مكفيانا، يبقى لتحسين اوضاعهم المعيشيه وكمان في نفس الوقت تنميه الثروه السمكيه وتحقيق الامن الغذائي. اهميه المسؤوليه الوطنيه، هي المسؤوليه دي مهمه؟ اقول لك وكأني بقول التعريف، هي لانها واجب المواطن تجاه وطنه. طب وتشمل ايه؟ قال لي تشمل رقم 1 قال لي الالتزام بالقوانين زي ما خدنا في التعريف، والعمل على تقدمه، اذاكر واجتهد عشان المجتمع يبقى متقدم. طب وكمان غير كده الحفاظ على موارده. السؤال ده أهمية حماية الموارد، والسؤال ده مهم جدا. ليه المفروض نحافظ على الموارد بتاعتنا؟ يعني نحافظ على المية بتاعتنا، نحافظ على المعادن بتاعتنا، لأنها سر تقدمنا ونهضتنا. هي السر، كلمة سر بمعنى سبب، مش سر بخفي عن الناس، هي سبب. يبقى لأنها سر نهضتنا وتقدمنا. أهمية التعاون بين أفراد المجتمع، هو التعاون ده مهم، ده مهم جدا جدا، لأن التعاون بيعمل إيه؟ يجعل المجتمع أكثر ترابطا. كنا بعيش مترابطين متعاونين متحابين مع بعض، يجعل المجتمع اكثر ترابطا ويعيش افراده في تفاهم. طول ما احنا متعاونين فاحنا فاهمين بعض، بنعيش في تفاهم. اللي بعده ضروره المحافظه على نظافه الشوارع والحدائق. ليه المفروض ننظف الشوارع والحدائق؟ تقول لي مصر لانها من واجبنا تجاه الوطن الذي نعيش فيه. واجبي انا وانت وبابا وماما وعم وخال وخالته ان احنا نحافظ على الوطن ونحافظ على نظافه الشوارع والحدائق، لان المكان ده احنا عايشين فيه لو ما حافظناش عليه يبقى فيه تلوث والزباله في كل مكان والدنيا تبقى ريحتها مش جميله. فلازم نحافظ على نظافه الشوارع والحدائق لانها من واجبنا تجاه الوطن الذي نعيش فيه. اهميه الاجتهاد في الدراسه، لازم اذاكر قوي قوي واجتهد قوي قوي لتنميه الوطن وتقدمه. انا اجتهد وابقى شاطر واعمل اختراعات جديده، وغيري يجتهد ويبقى شاطر يبقى دكتور فيعالج الناس، غيري يبقى شاطر ويبقى ضابط ويوفر الامن والامان، غيري يبقى مثلا ضابط في الجيش ويحمي حدود البلد. يبقى يا صديقي لايه؟ لتنميه الوطن وتقدمه. اهميه تشجيع المنتجات المحليه، ليه مثلا المفروض اشجع المنتج بتاع بلدي واشتري المنتج بتاع بلدي؟ اقول له عشان نشارك في تنميه الوطن. ما لو احنا ما حدش اشترى من المنتج، المصانع دي كلها هتتقفل بتاعت بلدنا، وكل العمال اللي شغالين فيها والصناعيه هيقعدوا من غير شغل، يبقى البلد حالها وقف. يبقى لازم نشجع المنتج بتاع بلدنا عشان ننمي الوطن ونوفر فرص عمل جديده للشباب. اللي بعده اهميه ترشيد استهلاك المياه والكهرباء. ما هو مثل السؤال بالظبط على الموارد، ليه المفروض احافظ على الموارد؟ لانها سر تقدمنا ونهضتنا، والمحافظه على الموارد انا بحافظ عليها خالص ان انا ارشدها، استخدم على قدي. يبقى للمحافظه على موارد الوطن. اهميه مشاركه المواطن في الاعمال التطوعيه. يعني كلمه اعمال تطوعيه يعني اعمال يا مستر بدون مقابل مادي، اروح ننزل نشترك. زي النهارده لو قلت لك تعال نعلق الزينه بتاعت رمضان، فتقول لي لا انت هتديني كام؟ تقول لي لا انا مش هاخد فلوس، احنا عايزين نشارك مع بعض عشان نفرح ونهيص مع بعضينا ان احنا فرحانين بقدوم رمضان. قال لي بالظبط كده اهميه المشاركه التطوعيه. ليه المفروض نشارك؟ لانها من واجبنا تجاه الوطن ولخدمه المجتمع. بالظبط زي ان احنا دورنا ان احنا نحافظ على نظافه الشوارع والحدائق لانها من واجبنا تجاه الوطن. اللي بعده اهميه دور الجندي والشرطي في المجتمع. هو الجندي له دور؟ الجندي هو اللي بيدافع عن حدود الدوله وبيحميها. طب والشرطي بيحافظ على الامن والامان والنظام. يبقى لان الجندي بيدافع عن الوطن ويحمي حدوده، طب والشرطي يا مستر بيعمل ايه؟ بيحافظ على الامن والنظام. ابقى نازل وانا مش خايف، انا مطمئن، في عندنا شرطه كتير منتشره في كل مكان. قيام الزراعه في شبه جزيره سيناء. ليه عندنا زراعه في سيناء مستر؟ تقول لي بسبب وجود موارد المياه. ما عندنا ميه يبقى عندنا زراعه، بسبب توافر موارد المياه. تحقق نصر اكتوبر 1973، والسؤال ده هام جدا 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 جدا. السؤال ده معانا في الامتحان. ليه انتصرنا في حرب اكتوبر؟ تقول لي مثلا عشان كان عندنا عده عوامل، بسبب توافر 3 عوامل. اولهم الايمان بالله، احنا واثقين في ربنا هننتصر، الايمان بالله. طب رقم 2 التخطيط الجيد، احنا خططنا كويس قوي قوي قوي. وفي نفس الوقت عندنا مين؟ وحده الصف، الجيش والشعب ايد واحده، وحده الصف. يبقى عندي ايمان بالله وعندي تخطيط جيد وعندي وحده الصف بين الجيش والشعب، كلنا ايد واحده، جيش وشعب ايد واحده. اللي بعده يلا مزايا تحقيق السلام. هو لما نعمل سلام مع اسرائيل وما حاربش ده ميزه؟ قال لك ميزه. طب ايه الميزه؟ قال لي عندنا 4 مميزات مش ميزه واحده. طب رقم 1 قال لي عوده الاستقرار والامن المصريين. النهارده انا بحارب اسرائيل،
او اسرائيل بتحاربني، فاحنا قاعدين خايفين يجينا صاروخ من هنا، قنبله من هنا، زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي في ايران واسرائيل ولبنان وسوريا وبلاد كتير قوي قوي عايشه في حرب، فما عندهمش استقرار. لكن لما احنا نعمل سلام، اول حاجه عوده الامن والاستقرار للمصريين، يبقوا قاعدين مش خايفين. طب رقم 2، تفرغ الدوله للبناء والتنميه. بدل ما انا هحارب بقى، لا خلاص انا مش هحارب، اتفرغ، يبقى عندي وقت فاضي ابني واعمر واطور واعمل مدن جديده ومدارس جديده ومستشفيات جديده وكباري جديده. تفرغ الدوله للبناء والتنميه. طب وكمان تحسين علاقات مصر مع الدول الاخرى. العلاقه بين مصر والدول الثانيه تبقى علاقه كويسه. تحسين علاقات مصر مع دول العالم الاخرى وزياده الاستثمار والسياحه. ناس كتير قوي قوي تيجي عندنا تشوف الاهرامات اللي عندنا، ما احنا عندنا امن وامان. لكن لو عندنا حرب الساحل يقول لك لا انا هروح هناك اموت، تجيني قنبله من هنا صاروخ من هنا، لا يا عم خليني في بلدي. لكن لو تكون في سلام انشط والسياحه وكمان عندنا الاستثمار. زياره الرئيس السادات للقدس ليه زارها؟ من اجل تحقيق السلام العادل. والسؤال ده برضو مهم جدا معنا برضو في الامتحان. زياره الرئيس السادات للقدس بسبب او لاحلال السلام العادل. ما النتيجه المترتبه على؟ ايه اللي يترتب على؟ تحسين سلالات الحيوانات. كلمه سلالات يعني حيوانات، اجيب انواع كويسه. ايه اللي هيترتب يا مستر؟ تقول لي الانواع الكويسه دي هتديني لحوم اكتر والبان اكتر، يبقى هزود الانتاج مين؟ هزود الانتاج الحيواني، يبقى زياده الانتاج الحيواني وبالتالي تحقيق الامن الغذائي. بص يا صديقي، اي حاجه هيقول لي احنا زودنا بيها حاجه هنكتب له الجمله دي وتطلع صح. تحقيق الامن الغذائي، يعني عملنا مثلا مشروع بركه غليون ومشروع الفيروز في الاستزراع السمكي عشان نحقق الامن الغذائي، عملنا مشروع الدلتا الجديده عشان نحقق الامن الغذائي، عملنا مشروع يا مستر الفرافره عشان نحقق الامن الغذائي. يا مستر احنا زودنا وعملنا مزارع كتير قوي للاسماك، او عملنا حسنا سلالات الحيوانات لتحقيق الامن الغذائي. اي حاجه الدوله طورتها في الزراعه، الصناعه، التجاره، في الثروه السمكيه وغيره عشان نحقق الامن الغذائي، نوفر احتياجات السكان من الغذاء. السؤال اللي بعده هقول لك نفس الاجابه. انشاء الدوله المصريه، بركه غليون ومشروع الفيروز. ليه عملنا المشروعين الكبار قوي قوي دول بتوع الزراعه السمكيه؟ عشان نزود الانتاج السمكي وفي نفس الوقت نحقق الامن الغذائي. يبقى ادى الى زياده الانتاج السمكي وبالتالي تحقيق الامن من الغذائي. توفير التدريب اللازم للصيادين، لسه قايل لك عليها. ليه المفروض ندرب الصيادين؟ عشان نحسن اوضاعهم او احوالهم، لتحسين اوضاعهم المعيشيه وبالتالي زياده الانتاج السمكي. انا لما احسن احوالهم هم كمان تبقى حالتهم النفسيه كويسه ونازلين الشغل بحب فيصطادوا كتير، فنحقق الامن مين؟ الغذائي. يبقى ادى ذلك الى تحسين احوالهم المعيشيه وبالتالي زياده الانتاج السمكي وتحقيق الامن الغذائي. اللي بعده تأدية المواطن المصري واجبه تجاه وطنه. لما كل مواطن يؤدي الواجب بتاعه تجاه وطنه اللي هي المسؤوليه الوطنيه، نقول ادى ذلك الى تقدم المجتمع كما اصبح مواطنا صالحا. لو كل مواطن ده ادى واجبه المجتمع هيتقدم وكل مواطن يصبح مواطن صالح، يعني حد كويس، حد بيخدم بلده وبيأدي الواجب اللي عليه. اللي بعده المساهمه في حمايه الاثار والتراث. برضو المحافظه على الموارد. انا لو كلنا حافظنا على التراث بتاعنا، الاهرامات والمتاحف، ده بنحافظ على مين؟ بنحافظ على الموارد بتاعتنا، الحفاظ على موارد الوطن. اللي بعده 6 بيقول لي ترشيد استهلاك الموارد الطبيعيه. لما نرشد استهلاك الموارد يؤدي برضو المحافظه على الموارد. انا هرشد استهلاك الميه وهرشد استهلاك الكهرباء، فبحافظ على مين؟ يؤدي ذلك الى المحافظه على موارد بلادنا وبالتالي نهضه المجتمع وتقدمه. لما يتعاون افراد المجتمع، لما كلهم يبقوا متعاونين، تقول لي يؤدي ذلك الى زياده التفاهم بين افراد المجتمع وجعل المجتمع اكثر ترابطا. التعاون بيعمل ايه يا مستر؟ بيخلينا كلنا متفاهمين ومترابطين، يجعل المجتمع اكثر ترابطا ويعيش افراده في تفاهم. اللي بعده اداء العامل لعمله باتقان. لو كل واحد من العمال عمل شغله باتقان، يعني ايه يا مستر؟ يعني باخلاص، يعني طلع المنتج كويس، اشتغل بضمير، تقول لي يا مستر يؤدي ذلك الى تقدم المجتمع. المجتمع هيتقدم وكمان خدمه المجتمع. كل حد هيعمل لي خدمه كويسه، المدرس يشرح بضمير فالطالب يطلع شاطر، الدكتور يعالج بضمير فالمريض يخف، المهندس يعمل البيت او العماره بضمير فالعماره تقعد ما تقعش. النهارده مثلا الراجل اللي في المصنع يعمل لي قميص شكله حلو فيبقى جميل عليا ما يتقطعش. يبقى بكل بساطه اداء العامل لعمله باتقان يؤدي الى تقدم وخدمه المجتمع.
المشاركه في الاعمال التطوعيه. اللي ترتب لو كلنا شاركنا في الاعمال التطوعيه يؤدي ذلك الى تقدم المجتمع وخدمته، وبالتالي تنميته وحمايته. احنا هننميه ويتقدم، وبيؤدي ذلك الى خدمه المجتمع او تقدم المجتمع، وبالتالي تنميه الوطن وحمايته. امتلاك شبه جزيره سيناء، والسؤال ده مهم جدا. ايه اللي ترتب لما امتلاك شبه جزيره سيناء موارد مائيه؟ ايه اللي ترتب لما سيناء لقينا فيها ميه؟ تقول لي يا مستر وجود زراعه، خلاص مش لقينا ميه يبقى هنزرع، يبقى ادى ذلك الى قيام الزراعه بها. اللي بعده تحقيق النصر العظيم في 6 أكتوبر. ايه اللي ترتب لما انتصرنا في حرب 6 أكتوبر؟ تقول لي بدأت مرحلة جديدة من العمل والبناء والسلام واتخاذ خطوات لاستعادة سيناء مين؟ لاستعادة سيناء كاملة. تقولها كمان النهارده لما انا انتصرت في حرب 6 أكتوبر، ايه اللي ترتب؟ بدأت مرحلة جديدة، خلاص انا انتصرت واسكت؟ لا، ده في مرحلة جديدة من البناء والتنمية عشان نستعد سيناء كاملة. وكمان عملنا السلام، معاهدة سلام كامب ديفيد، وقبلها زيارة الرئيس السادات للقدس 1977، مؤتمر كامب ديفيد، معاهدة السلام. يبقى أدى ذلك إلى بدأت بالفعل مرحلة جديدة من العمل والبناء والسلام واتخاذ خطوات لاستعادة سيناء كاملة عن طريق السلام. لأن احنا بالحرب رجعنا جزء من سيناء، وبعد كده رجعنا باقي سيناء بالسلام من خلال مفاوضات كامب ديفيد، وكمان عندنا معاهدة السلام بعدها. اللي بعده 12 ما النتيجة المترتبة على مفاوضات كامب ديفيد سنة 1978؟ لما عملنا مفاوضات كامب ديفيد ايه اللي ترتب؟ وضع أسس للسلام. حطينا أسس للسلام. يعني ايه الأسس؟ المبادئ بتاعت السلام، ازاي هنعمل سلام في بلدنا. يبقى أدى ذلك إلى وضع أسس السلام. توقيع اتفاقية السلام، لما وقعنا اتفاقية السلام مع إسرائيل أدى ذلك انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء. انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء. طب ايه اللي ترتب بعد لما استردينا طبعا كاملة بقى سنة 1989؟ قال لي أدى إلى عودة سيناء كاملة، وبدأنا مرحلة جديدة من إعمار سيناء. نبني المدن جديدة ونعمل مشروعات زراعية، وكمان نحمي مصر من خلال سيناء. كل حدود مصر اللي في سيناء نحميها. يبقى أدى ذلك إلى عودة سيناء كاملة. كل سيناء رجعت لمصر لما استردينا طابة. احنا آخر حتة خدناها من سيناء كانت طابة. إسرائيل ما كانش عايزة تديها لنا بس خدناها في الآخر. استردينا طابة، استردنا سيناء كلها بما فيها طابة. طب بعد كده نسكت؟ لا، نبدأ بقى نعمر. قال لي بدأنا مرحلة إعمار سيناء، يعني تعمير سيناء وبناء المدن الجديدة وإقامة المشروعات الزراعية عشان عندنا مياه في سيناء، وتأمين حدود مصر في مين؟ في سيناء. إيه اللي ترتب لما عبر الجيش المصري قناة السويس في 6 أكتوبر؟ نعمل إيه؟ قال لي نرفع العلم المصري فوق سيناء. ما خلاص احنا رحنا. أدى ذلك إلى رفع علم مصر على أرض سيناء وتحقيق نصر أكتوبر. لما عدينا الناحية التانية عدينا المية، مش بتشوف الأفلام استخدمنا الخراطيم ودمرنا خط اسمه خط بارليف اللي كان العدو يعتقد إن احنا مش هنقدر نعديه أبدا، لكن احنا قدرنا نعديه بالإرادة المصرية العظيمة، والشعب المصري اللي كان واقف خلف جيشه بيدعمه بالصبر والدعاء. قدرنا نعدي الناحية التانية وكمان نرفع العلم المصري ونحقق النصر السادس من أكتوبر. دلل على صحة العبارة. اديني دليل على الزراعة من المصادر الرئيسية لإنتاج الغذاء. الزراعة دي مهمة جدا جدا، بتدينا غذاء. تقول لي يا مستر بتوفر لنا العديد من المحاصيل. توفر لنا ايه محاصيل غذائية؟ قال لي بناخد منها القمح والذرة والرز وكمان البقوليات. طب والمحاصيل السكرية زي قصب السكر وبنجر السكر. طب والفاكهة زي البرتقال واليوسفندي والعنب. والخضار زي الطماطم والخيار. يبقى الزراعة دي مهمة جدا. يا مستر ده بتدينا حاجات كتير قوي قوي. حرس المصريين قديما وحديثا، السؤال ده برضو مهم. قديما وحديثا عمل مشروعات الري. نقول له قديما أقام المصريون القدماء سد اللاهون. طب وحديثا عملنا حاجتين، عملنا السد العالي وعملنا القنوات الخيرية. يبقى حيث قاموا قديما بإنشاء حاجة بس، سد مين؟ سد اللاهون. طب وحديثا أنشأنا حاجتين، أنشأوا القنوات الخيرية وأنشأوا المصريين السد العالي. للتغذية السليمة أثر على صحة الإنسان. خدناها بما تفسر ويجيبها لي في دلل. لما آكل أكل صحي إيه اللي هيترتب؟ بقول لي يصبح الإنسان قويا ونشيطا. طب وكمان تساعده على النمو السليم وتحافظ على الصحة وبتقوي جهاز المناعة وتقلل من الإصابة بالأمراض. اللي بعده تنوع مصادر الغذاء في مصر. عندنا أكتر من مصدر للغذاء. عندنا بناخد من الزراعة غذاء،
ومن الثروه الحيوانيه غذاء، ومن الاسماك غذاء. يبقى عندنا تشمل الزراعه رقم 1، الثروه الحيوانيه 2، وعندنا الثروه السمكيه، ولكل منها دور في توفير احتياجات السكان. الغذاء عندنا ليه اكتر من مصدر، مصدر من الزراعه بناخد غذاء، مصدر من الثروه الحيوانيه ناخد غذاء، مصدر من الاسماك بناخد غذاء. اللي بعده، تبذل الدوله جهود في الزراعه لتحقيق الامن الغذائي. اللي بتعمله الدوله في الزراعه عشان تحقق الامن الغذائي اللي هي توفر كل احتياجات السكان من الغذاء. تقول لي رقم 1 مصر بتعمل ايه؟ استصلاح الاراضي الصحراويه من خلال انشاء مشروعات قوميه. يعني ايه مشروعات قوميه؟ يعني مشروعات استصلاح زراعي كبيره جدا جدا جدا. مشروعات قوميه زي ايه مشروع؟ قال لي زي مشروع الدلتا الجديده، ومشروع عندنا شرق العوينات، وعندنا مشروع الفرافره. يعني من خلال استصلاح الاراضي الصحراويه واقامه المشروعات الزراعيه القوميه. كلمه قوميه يعني كبيره. هناخد كم مشروع؟ 3. الدلتا الجديده رقم 1، وشرق العوينات 2، والفرافره 3. طب كمان استخدام اساليب الري الحديثه، ودعم الفلاحين بالبذور والاسمده. بدي الفلاح البذور والاسمده اللي هو عايزها. دعم الفلاحين بالبذور والاسمده. اللي بعده، تعدد مجهودات الدوله لزياده الانتاج الحيواني. الدوله بتعمل مجهود كبير قوي قوي عشان تزود الانتاج الحيواني. طب عملت ايه؟ قال له حيث عملت على تطوير صناعه الاعلاف. بتطور صناعه العلف، بتخلي العلف فيه غذاء كتير قوي الحيوانات. تطوير صناعه الاعلاف. طب رقم 2، توفير الرعايه البيطريه. يعني الرعايه البيطريه يا مستر يعني بتعالج الحيوانات وتديها اكل صحي او حقن فيها غذاء صحي. زي احنا بناخد مثلا حقن عشان يبقى فيتامينات تبقى تقوى، بندي الحيوانات الحقن دي الفيتامينات عشان تبقى قويه. يبقى هنعمل حاجه، هنطور صناعه الاعلاف. ورقم 2 هنوفر الرعايه البيطريه اللي هو نكشف عليهم. طب و3 تحسين السلالات. هخلي عندنا انواع من الحيوانات تديني لحوم اكتر والبان اكتر. بس كده يا مستر؟ لا، وكمان انشاء المزارع المختلفه في المحافظات. يبقى هعمل مزارع حديثه في مختلف المحافظات، وهطور صناعه الاعلاف، وهوفر رعايه بيطريه، وفي نفس الوقت احسن سلالات يعني انواع الحيوانات. اللي بعده، تنوع مصادر الثروه السمكيه في مصر. يعني هل بنجيب السمك من مصدر واحد؟ تقول لا، بنجيبه من حاجتين يا مستر. بنجيبه من مصادر طبيعيه. يعني ايه مصادر طبيعيه؟ من عند ربنا، زي البحر الاحمر والبحر المتوسط ونهر النيل وبحيرات مصر الشماليه، وعندنا بحيره ناصر، والمزارع السمكيه. طب اهم مشروع عندنا؟ قال عندنا مشروع بركه غليون ومشروع الفيروز. يبقى تشتمل على المصادر الطبيعيه زي البحر الاحمر والمتوسط ونهر النيل وبحيره ناصر وبحيرات مصر الشماليه. ورقم 2 المزارع السمكيه زي مشروع الفيروز وبركه مين؟ وبركه غليون. اللي بعده يا مستر، قال لي تدعم الدوله المصريه المشاريع الزراعيه. يعني الدوله تدعم يعني ايه؟ بتساعد يبقى عندنا مشاريع زراعيه كبيره. نقول له حيث قامت بانشاء عده مشاريع. لسه قايل لك عليهم، مشروع الفرافره ومشروع شرق العوينات ومشروع الدلتا الجديده. ادي مشروع الفرافره، شرق العوينات والدلتا الجديده. اللي بعده، تعمل الدوله المصريه على تنميه الثروه السمكيه. هي بتحاول تزود السمك. قال لي رقم 1 تقوم بالمحافظه على المياه من التلوث. اي مسطح مائي، اي ميه تحافظ عليها من التلوث. طب وكمان والتوسع في انشاء المزارع السمكيه. بتعمل مزارع سمكيه كتير. طب وكمان بتدرب الصيادين، قلت لك عشان تحسن اوضاعهم. وكمان بتعمل اخر نقطه، بتعمل استخدام وسائل صيد حديثه. يبقى تقوم الدوله ب رقم 1 حمايه المسطحات المائيه. احنا بنحاول ننمي يعني نزود الثروه السمكيه. طب عشان ازود السمك ممكن اعمل ايه؟ فكر كده. ممكن اعمل ايه؟ اعمل مزارع سمكيه واحافظ على الميه من التلوث عشان السمك ما يشربش ميه ملوثه ويموت. يبقى المحافظه على حمايه المسطحات المائيه من التلوث، والتوسع في انشاء المزارع السمكيه، واستخدام وسائل صيد حديثه. بدل ما استخدم سناره استخدم شبكه كبيره، وبدل ما استخدم مركب صغير استخدم سفينه كبيره في اصطاد كتير. يبقى دي اسمها استخدام وسائل صيد حديثه ومجهزه، وتوفير التدريب اللازم للصيادين. قلنا عشان نحسن اوضاعهم المعيشيه. يستطيع كل فرد ان يشارك في تنميه وطنه. ازاي ممكن كل بني ادم مننا يشارك؟ انت كسنه 5 ممكن تشارك في تنميه وطنك. تقول لي ازاي؟ لسه صغيره مثلا. اقول لك تقدر من خلال الاجتهاد في الدراسه. طب العامل ممكن يعمل ايه؟ الاخلاص، وكمان تشجيع المنتج المحلي، ان كل عامل يشتغل باخلاص وكل واحد مننا يشتري المنتج بتاع بلده. يبقى يستطيع كل فرد ان يشارك في تنميه وطنه. عشان لو جاتني صح وغلط، من خلال الاجتهاد في الدراسه كطالب ليك انت، العمل باخلاص للعمال واتقان،
تشجيع المنتجات المحليه. اللي بعده تتعدد طرق واشكال التعاون في المجتمع. في اكتر من شكل وفي اكتر من طريقه ينفع نتعاون ما بين بعض فيها. قال لي من خلال العمل بشكل جماعي، لما نشتغل كلنا كمجموعه زي فريق كره القدم كلنا بنجتهد علشان نجيب جون. طب اللي بعده قال لي مساعده بعضنا بعضا في الشده والرخاء. يعني ايه الشده؟ في حاله الحزن لا قدر الله بنساعد بعض، طب في حاله الفرح بنساعد بعض. مساعده بعضنا بعضا في الشده والرخاء. طب وكمان الحفاظ على الامن والسلام. اللي بعده الجندي المصري يتمتع بالشجاعه والتضحيه. اديني دليل. نقول له خير دليل على ذلك هي حرب السادس من اكتوبر 1973 وتضحيه الجندي. في حرب 73 الجندي كان بيضحي بنفسه، ما يهموش نموت، اللي يهمني ان احنا ننتصر على العدو الاسرائيلي. اللي بعده تعد شبه جزيره سيناء منطقه غنيه بالموارد الطبيعيه. هل سيناء دي فعلا منطقه غنيه بالموارد الطبيعيه؟ اقول لك رقم واحد فيها تحتوي على العديد من المعادن، فيها معادن كتير قوي. طب رقم اتنين قال لي فيها موارد مائيه، فيها ميه كتير قوي بتساعد على قيام الزراعه. طب وكمان في هي سينا دي قال لي فيها شواطئ جميله قوي قوي بتجذب السياح. يبقى فيها ثلاث حاجات: موارد طبيعيه من عند ربنا، الميه من عند ربنا، والمعادن من عند ربنا، والشواطئ الجميله من عند ربنا. يبقى تحتوي على كثير من المعادن وتتميز بموارد مائيه ساعدت على قيام الزراعه، وكمان تمتلك سواحل سياحيه جميله قوي على البحرين الاحمر والمتوسط. السؤال ده هو حته من السؤال رقم 13. قال لي تمتلك شبه جزيره سيناء مقومات سياحيه. ما انت لسه عليها يا مستر ان هي تمتلك شواطئ سياحيه جميله على البحر الاحمر والبحر المتوسط. هناك العديد من المزايا التي عادت على مصر من تحقيق السلام. عندي كم ميزه؟ عندي 4 مميزات. قال لي اول ميزه عوده الامن والاستقرار للمصريين. يبقى الامن والاستقرار رجع تاني لينا لما نعمل سلام مع اسرائيل. طب رقم 2 تفرغ الدوله للبناء والتنميه. خلاص انا متفرغ ابني، كنت بحارب ومشغول في الحرب، دلوقتي لا خلاص ابدا ابني واطور واعمر مستشفيات ومدارس، طرق وكباري، انديه رياضيه وغيره. طب وكمان يا مستر قال لي تحسين علاقات مصر مع الدول الاخرى، تحسين علاقات مصر مع الدول الاخرى وزياده الاستثمار والسياحه. اللي بعده قال لي بدأت الدولة المصرية في تعمير سيناء منذ استعادتها كاملة. هي عملت ايه؟ قال لي بالدليل حيث قامت الدولة بإعمار سيناء. طب ايه اللي عملته؟ رقم 1 إنشاء المدن الجديدة، رقم 2 إقامة المشروعات الزراعية وتأمين حدود سيناء في مصر. مش عايز أكتر من كده. هنقول له يبقى بدأت الدولة في إعمار سيناء وبناء المدن، تعمر سيناء وتبني مدن وتعمل مشروعات زراعية وتأمين حدود مصر في سيناء. مش عايز أكتر من كده. اللي بعده ما العلاقه بين كل من؟ ايه اللي بيربط ده بده؟ وما تفتكرش ان ما العلاقه مش هتجيلك في الامتحان، لا بيجيني سؤال في الاخر ما العلاقه. احنا عايزين نضمن التقفيل. ما العلاقه بين كل من؟ الثروه الحيوانيه والصناعات الغذائيه. قال لي بكل بساطه ان الثروه الحيوانيه دي هي الداعم للصناعات الغذائيه. لو انا ما عنديش ثروه حيوانيه ما عنديش صناعه، النهارده عشان اصنع مثلا جاكيت من الجلد محتاج جلد حيوان، عشان مثلا اصنع شوزه من الجلد محتاج جلد حيوان، محتاج اصنع حزام يبقى محتاج جلد من الحيوان. يبقى ايه العلاقه بين الثروه الحيوانيه والصناعه؟ قال لي تقدم الثروه الحيوانيه الدعم للصناعات الغذائيه زي اللحوم المصنعه والجبنه والزبده. يبقى الدعم للصناعات الغذائيه اللحوم المصنعه، باكل برجر باكل غيره سوسيس فده كله لحوم مصنعه. عندي جبنه وكمان عندي امين الزبده. اللي بعده المصون القدماء والمشروعات المائيه. نقول له اهتم المصون القدماء باقامه المشروعات المائيه زي عندنا مين؟ سد اللاهون. المصون القدماء اهتموا جدا ان يعملوا مشروعات مائيه على نهر النيل زي سد اللاهون. اللي بعده ما العلاقه بين الزراعه والصناعات الغذائيه؟ في علاقه بين الزراعه والصناعه؟ تقول لي اكيد يا مستر في علاقه. ما هي الزراعه دي اللي باخد منها المواد اللي بدخلها في الصناعه. يعني انا لابس النهارده قميص طلع جه من فين؟ قال لي كان قطن زراعه. المصنع صنعه بمين؟ بايه؟ قميص. يبقى ارتبطت الزراعه ببعض الصناعات مثل طحن الحبوب وتعليب الخضار والفاكهه. طب ايه كمان؟ تشجيع المنتجات المحليه وتنميه الوطن. ده سؤال لوحده. هنا يقول لي هنا 4. ايه العلاقه بين تشجيع المنتجات المحليه وتنميه الوطن؟ لما اشجع المنتجات المحليه يساعد على تنميه الوطن. اجيب المنتج المحلي الوطن يتقدم. قول له تشجيع المنتجات المحليه يساهم او يساعد في توفير فرص عمل وبالتالي تنميه الوطن. انا هشتري المنتج بتاعنا
فانا لو انا اشتري المنتج بتاعنا ده، ففي واحد واثنين وثلاثه واربعه هيلقوا فرصه عمل، هيلقوا شغل. النهارده انا هشتري القميص بتاع المصريين، ففي كام واحد في المصنع اشتغل عشان يصنعوا القميص؟ كتير قوي قوي قوي. فانا وفرت فرص عمل، وبالتالي تنميه المجتمع وتقدمه. يبقى تشجيع المنتجات المحليه يساهم في توفير فرص عمل وبالتالي تنميه الوطن. ايه العلاقه بين محافظه الدقهليه والثروه الحيوانيه؟ بص يا صديقي، محافظه الدقهليه دي هي من اكبر المحافظات اللي في مصر في تربيه الثروه الحيوانيه، وركز قوي، من اكبر مش اكبر. ليه؟ عشان لو جاني سؤال ويقول لي ما العلاقه بين محافظه البحيره والثروه الحيوانيه، اقول له البحيره دي هي اكبر محافظه في الثروه الحيوانيه. طب الدقهليه من اكبر، هي مش اول واحده بس من الكبار، من الخمسه الكبار. تعد محافظه الدقهليه من اكبر محافظات مصر في تربيه الثروه الحيوانيه، وفقا للجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، اللي احنا بناخد منه كل البيانات الصحيحه الدوله بتاخدها من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. ايه العلاقه بين التغذيه السليمه والرياضه؟ سهله جدا يا مستر. ما التغذيه السليمه تجعل الجسم قوي قادر على ممارسه الانشطه الرياضيه. لو انا جسمي ضعيف مش هقدر امارس رياضه. الشعب المصري وتحقيق النصر، والسؤال ده مهم جدا جدا. ايه العلاقه بين الشعب المصري وتحقيق النصر؟ نقول له نصر اكتوبر ده تحقق من خلال ان الشعب المصري وقف خلف جيشه يدعمه بالصبر وكمان الدعاء وكمان العمل. تحقق نصر اكتوبر بفضل مين؟ بفضل ان الشعب كان واقف في ظهر جيشه، احنا واقفين معاهم. وقوف الشعب المصري كله خلف جيشه يدعمه، يعني يساعده بالدعاء والعمل والصبر. اللي بعده، ما العلاقه بين مفاوضات كامب ديفيد والرئيس السادات؟ اقول لك بكل بساطه، بدأ الرئيس السادات بالسلام من خلال الزياره التاريخيه للقدس، مما مهد العقد مفاوضات في كامب ديفيد. يعني عايز يقول لي لو الرئيس السادات بتاعنا ما راحش زار القدس سنه 1977 ما كناش عملنا مؤتمر كامب ديفيد او في مفاوضات كامب ديفيد. يبقى بدأ الرئيس السادات بالسلام من خلال الزياره التاريخيه الى القدس، مما مهد الطريق الى عقد مفاوضات كامب ديفيد. المقارنات، قارن بين مصادر الغذاء في مصر، الزراعه، الثروه الحيوانيه، الثروه السمكيه، من حيث الاهميه وجهود الدوله لتحقيق الامن الغذائي. الاهميه، خدنا الاهميه بالتفصيل. المصدر الرئيسي لانتاج الغذاء، بيتوفر لنا المحاصيل الغذائيه والسكريه والفاكهه والخضار، دي الاهميه وخدناها لما اتكلمنا في بتفسر. الثروه الحيوانيه بتدينا ايه؟ بتدينا حاجات كتير جدا، هي المصدر مهم لانتاج الغذاء، بناخد منها البروتين الحيواني اللازم لصحه الانسان من خلال الماشيه والدواجن. طب الثروه السمكيه، قال لي ده برضه مصدر مهم جدا عشان ناخد الغذاء، بتوفر لي البروتين الغني بالعناصر الغذائيه للجسم، تدخل في الصناعات الغذائيه كتعليب الاسماك. ده اهميه الزراعه في الغذاء، واهميه الثروه الحيوانيه في الغذاء، واهميه الثروه السمكيه. ايه الجهود بقى اللي بتعملها الدوله علشان تنمي ده كله؟ ايه اللي بتعمله؟ قال لي جهود الدوله في كل من في الزراعه. قال لي الزراعه استصلاح الاراضي الصحراويه من خلال اقامه المشروعات الزراعيه، وخدنا اكثر من مشروع. طب بتعمل ايه؟ قال لي بتعمل حاجه ثانيه مهمه جدا، اللي هي بتساعد الفلاح او تدعم الفلاح بالبذور والاسمده. وكمان عندنا استخدام اساليب الري الحديثه. يبقى استصلاح الارض الصحراويه من خلال انشاء المشروعات، 3 مشروعات اتكلمنا عنهم، الدلتا الجديده، الفرافره، شال العوينات، بالاضافه ان هي تستخدم اساليب ري حديثه عشان تحافظ على الموارد وفي نفس الوقت تدعم الفلاحين بالاسمده والبذور. طب بالنسبه للحيوانات نراعيها ازاي ونزودها ازاي؟ تنميه الثروه الحيوانيه. انا رقم 1 توفير رعايه بيطريه، هنوفر رعايه بيطريه كويسه. طب وكمان هطور صناعه الاعلاف وتحسين السلالات الحيوانيه وانشاء المزارع الحديثه في مختلف المحافظات. طب بالنسبه للثروه السمكيه، هحمل المياه او المسطحات المائيه من التلوث، وهتوسع في انشاء المزارع السمكيه، واستخدم وسائل صيد حديثه، وكمان هدرب الصيادين. اللي بعده، المزارع السمكيه والمصايد الطبيعيه من حيث الامثله والانتاج. ده سؤال مهم جدا. المزارع السمكيه زي عندنا مشروع الفيروز وبركه غليون. طب الانتاج بننتج قد ايه؟ قال لي تنتج مصر حوالي 80% من سمك مصر جاي من المزارع السمكيه. تخيل 80% من السمك اللي بناكله في مصر جاي من فين؟ من المزارع السمكيه، و20% بس جاي من المصايد الطبيعيه. تنتج المزارع السمكيه نحو 80% من الانتاج السمكي في مصر. طب بالنسبه للمصايد الطبيعيه قال لي 20% بس. طب احنا هنا بنجيب من مشروع الفيروز وبركه غليون، هنا تشمل البحر الاحمر والبحر المتوسط، وعندي نهر النيل وبحيره ناصر والبحيرات الشماليه.
اللي بعده مفاوضات كامب ديفيد واتفاقيه السلام سنه 1979 من حيث نتائج كل منهما. النتيجه المترتبه على كامب ديفيد قلنا وضعت اسس للسلام. طب اتفاقيه السلام، والسؤال ده مهم جدا 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 معانا باذن الله في الامتحان 2026. مفاوضه كامب ديفيد النتيجه المترتبه على ذلك وصلت الى وضع اسس للسلام. النتيجه المترتبه على اتفاقيه السلام ترتب على ذلك انسحاب اسرائيل الكامل من سيناء. اسرائيل انسحبت بالكامل من اراضي سيناء، نصت على انسحاب اسرائيل الكامل من سيناء. الوحده الثالثه وهي الوحده الاخيره عندنا في المنهج بتتكلم على حضاره بلدنا. قال لي برضه هنبدا بالمفاهيم. اول مفهوم عندي العصور التاريخيه. يعني ايه عصور تاريخيه يا مستر؟ قال لي العصور التاريخيه دي هي فتره من الزمن عاش فيها الانسان. فتره من الزمن زي فتره جده عاش فتره من الزمن، عاش في فتره من الزمن، بابا عاش في فتره من الزمن، جده عاش فتره من الزمن، المصريين القدماء عاشوا في فتره من الزمن. فالعصور التاريخيه دي هي فتره من الزمن عاش فيها الانسان وشهدت تغيرات مين؟ تغيرات كبيره. طب بدات امتى؟ قال لي بدات بعد معرفه الانسان للكتابه. اول ما الانسان عرف الكتابه بدات العصور التاريخيه. اللي بعده يعني كلمه التحنيط، حتى جاب الراجل كده ومتحرنا قال لي حفظ جثث الموتى بعد وفاتهم بطرق طبيه وكيميائيه. اللي بعده الكتابه الهيروغليفيه. قال الهيروغليفيه تعني الخط المقدس، معناها الخط المقدس، واستخدمت في كتابه النصوص على جدران المعابد والمقابر. ويجيبها لي بشكل اكمل، يجيبها لي بشكل تعريف، يجيبها لي في اهميتها. استخدمت في كتابه النصوص على جدران المعابد والمقابر. الكتابه الهيراتيقيه قال لي هي صوره مبسطه للكتابه الهيروغليفيه، هي شكل مبسط. الكتابه الهيروغليفيه دي او الخط الهيروغليفي كان خط صعب في كتابته. طب عايزين خط مبسط او صوره مبسطه نسميها الهيراتيقيه، صوره مبسطه من الكتابه الهيروغليفيه استخدمها الكهنه في كتابه النصوص الدينيه. طب اللي بعدها الكتابه الديموطيقيه اللي هي الخط الشعبي، وتعد ابسط انواع الخطوط، واستخدمت في تسجيل العقود التجاريه والمعاملات اليوميه. النهارده انا وانت عايزين نعمل عقد بيت، عقد شقه، فنستخدم اللغه الشعبيه زي ما احنا بنتكلم النهارده واحنا بنشتري شقه او نشتري بيت او نكتب عقد. لما نيجي نتكلم مع بعضنا بنتكلم بامين باللغه العاميه مش باللغه العربيه الفصحى. يعني بكل بساطه هي الخط الشعبي ويعد ابسط انواع الخطوط، واستخدم في كتابه العقود اليوميه والمعاملات التجاريه. اللي بعده العماره. يعني كلمه العماره يا مستر اهو جايب لي جنبها هرم، فن تصميم وتشييد المباني. المسلات وجايب لي فيها رسم مسله. نشرح رسمه المسله. قال لي ده عباره عن عمود مين؟ عمود حجري. طب طوله ولا قصير؟ ده طويل يا مستر. قال لي له 4 جوانب، رباعي الجوانب. يعني 4 جوانب قدام وورا ويمين وشمال. عمود حجري طويل رباعي الجوانب ينتهي بقمه هرميه، اخره من فوق هرم اهو عامل كده، والقمه بتاعته عامله زي المثلث الهرم، ينتهي بقمه هرميه استخدمها المصريين القدماء في تسجيل اهم الاحداث التاريخيه. بنسجل عليها اهم احداث واعمال الملوك. الهكسوس دول قبائل اسيويه بدويه رعويه هاجمت مصر واحتلتها. جم من اسيا وهاجموا على مصر واحتلوها. قبائل بدويه اسيويه جاءت من اسيا او اسيويه بدويه رعويه هاجمت مصر واستولت عليها او احتلتها. اللي بعده بمتفسر ازدهار التجاره في مصر يا مستر. ليه التجاره في مصر القديمه ايام الفراعنه كانت مزدهره جدا جدا؟ نقول كان عشان عندنا ازدهار ايه يا مستر؟ ازدهار في الزراعه وازدهار في الصناعه، وكمان عندنا تامين الطرق البريه. اللي بعده ازدهرت الحياه الاقتصاديه في مصر. ليه كان عندنا حياه اقتصاديه مزدهره؟ الزراعه كويسه والصناعه كويسه والتجاره كويسه. نقوله بسبب توافر العوامل الطبيعيه والبشريه المسؤوله عن ذلك. كل العوامل الطبيعيه والبشريه اللي بتساعد ان الزراعه والصناعه والتجاره تبقى كويسه كانت متوفره بسبب توافر العوامل الطبيعيه والبشريه المساعده على ذلك. اللي بعده قيام المصريين القدماء بتحنيط جثث موتاهم للحفاظ على جثث الموتى واعتقادهم في البعث والخلود. احنا عارفين ان الانسان لما هيموت الروح هترجع للجسد مره تانية، فما ينفعش الجسد يبقى تعبان كده وبايظ والدود واكله، فلازم نحافظ عليه من خلال التحنيط. يبقى الحفاظ على جثث الموتى بسبب ايمانهم بالبعث والخلود. وضع المصريين القدماء مقتنيات المتوفي معه في مقبرته. بنحط له مقتنيات يعني حاجاته الشخصيه اللي هي مستر ليستخدمها في الحياه الاخرى بعد الموت. ليستخدمها في الحياه مين؟ الاخرى، عشان برضو كان اعتقادهم في البعث والخلود. سجل المصريين القدماء
كل اعمالهم الجيده على جدران مقابرهم. اي حد عمل عمل كويس يسجله على جدران بقى مين؟ المقبره بتاعته. ليه يا مستر؟ قال لي لتشفع لهم عند محاكمتهم بعد الموت. ما احنا قلنا لما يجي يتحاكم هيتحاكم قدام محكمه 42 قاضي الرئيس بتاعها اوزوريس، فيبص بقى على المقبره بتاعته، انت والله عامل اعمال كويسه، ده الراجل ده عامل اعمال كويسه وكاتبها هو على جدران المعابد فندخله الجنه. لا الراجل ده ما عملش حاجه كويسه وبدين هو مش كاتب فندخله النار. يبقى كان المصريين القدماء يسجلون كل اعمالهم الجيده على جدران مقابرهم لتشفع لهم عند محاكمتهم بعد الموت. اهميه معرفه الكتابه، قال لي استطاع المصري القديم من خلال الكتابه ان هو يسجل كل احداثه واعماله. طب وكمان وتطورت العلوم والفنون. ممكن اقول له اهميه معرفه الكتابه، تسجيل اخبارهم واحداثهم. سجلوا كل اخبارهم، سجلوا كل مين؟ احداثهم. لو الاجابه دي صعبه عليك. اهميه الادب التهذيبي في حياه المصري القديم. ايه الادب التهذيبي ده؟ قال لي الادب التهذيبي ده هو توجيه النصح والارشاد. اهميته نفس الاجابه، توجيه النصح والارشاد مثل نصائح الحكيم آني لابنه. يبقى لتوجيه النصح والارشاد. زي ما النهارده بابا يقول لي روح ذاكر، روح النهارده ما تلعبش، ما تتاخرش في الشارع، ما تنزلش متاخر، نام وسيب التليفون. ده كله ادب تهذيبي لتوجيه النصح والارشاد مثل نصائح الحكيم آني لابنه. اللي بعده اهميه علم الحساب في الحياه اليوميه للمصري القديم. ايه اهميه علم الحساب؟ قال لي استخدامه المصري القديم في حياته اليوميه. طب ايه بالظبط؟ قال لي استخدامها في الزراعه واستخدامها في الصناعه. طب وكمان وتقدير الرواتب. هل النهارده لما اي حد بيقبض مرتب بيقول له مرتب قال لي بياخد بقى زي ما يطلعوا؟ لا، بنعد. زي النهارده انا بحاسب اي حد سوبر ماركت اشتريت هدوم، انا بعد الفلوس ليا او عليا. هم استخدموا الحساب في كده، في الزراعه، كمان استخدموه في التجاره، في تقدير الرواتب. طب وكمان ده استخدموه كمان في جمع الضرائب. ازاي؟ اقول لك ازاي. كنا بنقيس منسوب مياه نهر النيل، نشوف الميه قد ايه. لو عنده ميه كتير يبقى الفلاح هيزرع كتير فناخد منه ضرائب كتير. طب الميه قليله فالفلاح هيزرع قليل، مفيش ميه فناخد منه ضرائب قليله. يبقى استخدمت في الزراعه، التجاره، في تقدير الضرائب، في جمع الضرائب، في تقدير الرواتب. اللي بعده تسميه الخط الهيروغليفي بالخط المقدس، لان الكتابه الهيروغليفيه كانت تستخدم في تسجيل النصوص على جدران المعابد والمقابر. اهميه علم الهندسه في حياه المصري القديم. ايه اهميه الهندسه؟ قال لي استخدموا الهندسه في تقسيم الاراضي الزراعيه وشق الترع وبناء الاهرامات والمعابد. زي النهارده الهندسه، النهارده عايز اعمل بيتي او اعمل مصنع او عماره اجيب مهندس يخططه لي، فاكيد لما نعمل الهرم او معبد بنجيب مهندس. يبقى اهميه الهندسه استخدموها في بناء الاهرامات والمعابد وكمان شق الترع وفي نفس الوقت تقسيم الاراضي الزراعيه. اهتمام المصري القديم بقياس مستوى الفيضان كل عام. ليه المصري القديم كان مهتم ان يقيس مستوى الفيضان كل سنه؟ قال لك لتقدير الضرائب، عشان نقدر الضرائب قد ايه التي ستفرض على المصريين القدماء. انا عايز اعرف هفرض ضرائب قد ايه على المصري القديم، كتيره ولا قليله حسب منسوب مياه نهر النيل. اهتمام المصريين القدماء بتشييد الاهرامات لتكون مقابر لملوكهم، والسؤال ده معانا باذن الله في امتحانات 2026. اللي بعده اهتمام المصريين القدماء ببناء المعابد من اجل العباده. زي ما النهارده بنبني جامع، بنبني كنيسه، فبقول لي اهتمام المصريين القدماء ببناء المعابد من اجل العباده. اهميه تشييد المسلات عند المصريين القدماء. ليه كانوا بيعملوا مسلات؟ عشان حاجتين. قال لي عشان نقشت على جدرانها الاربعه اعمال الملوك. طب رقم 2 يبقى عشان كل ملك يكتب اعماله او اهم اعماله، وفي نفس الوقت استخدمت في تزيين مداخل المعابد، وانا داخل المعبد احط مسله عشان تخلي شكله حلو. يبقى ينقش على جوانبها الاربعه اعمال الملوك وفي نفس الوقت تستخدم لتزيين مداخل المعابد. اهميه الموسيقى عند المصريين القدماء. هل الموسيقى كانت مهمه؟ مهمه جدا جدا. قال لي كانت تستخدم في الاحتفالات والمناسبات الكبرى والطقوس الدينيه. تستخدم في الاحتفالات الكبرى والمناسبات والطقوس الدينيه. شهرة مقبره توت عنخ امون بسبب اكتشافها كامله، لانها اكتشفت كامله سنه 1922. ارسلت الملكه حتشبسوت البعثات لبلاد بونت وفينيقيا. ليه ارسلت بعثات؟ لجلب البخور والذهب والاخشاب والعاج. لجلب بخور وذهب واخشاب ومين؟ واخشاب وعاج. والسؤال ده مهم جدا جدا ومعانا باذن الله في الامتحان. اللي بعده ازدهار التجاره الخارجيه لمصر في عهد الملكه حتشبسوت. ليه التجاره الخارجيه كانت مزدهره جدا؟ التجاره الخارجيه مع الدول الثانيه لانها اهتمت جدا بالتبادل التجاري مع فينيقيا
وكمان بلاد بونطو اللي هي الصومال حاليا. يساهم اهتمامها بالتبادل التجاري، حيث ارسلت بعثات لبلاد بونطو اللي هي الصومال حاليا، وفينيقيا اللي هي سوريا ولبنان. يعد امحوتب اول معماري في التاريخ. ليه امحوتب ده المعمار العظيم المهندس الاول؟ لانه اول من قام ببناء هرم، وهو هرم الملك زوسر المدرج بسقاره، لانه اول من شيد، يعني بنى اول شيد اول هرم في التاريخ، وهو هرم الملك زوسر بسقاره. كان اول واحد يبني هرم. اللي بعده لقب الملك رمسيس الثاني بطل الحرب والسلام، لانه انتصر على الحيثيين. الراجل ده بطل حرب عشان انتصر. طب وليه سميناه بطل السلام؟ لانه عقد معهم اول معاهده سلام في مين؟ في التاريخ. يبقى لانه انتصر على الحيثيين في معركه قادش، وركز قوي هتجينا لوحدها. ووقع اول معاهده سلام في التاريخ مع الحيثيين. يعد الملك احمس الاول مؤسس الدوله الحديثه، لانه قام بطرد الهكسوس من مصر، وكمان نظم الجيش وامن حدود مصر الجنوبيه. فعشان كده اسس الدوله الحديثه، لانه قام بطرد الهكسوس من مصر، ونظم الجيش المصري، وقام بتامين حدود البلاد، ونجح في اصلاح الاوضاع السياسيه والاداريه والاقتصاديه في مصر. فعشان كده بنسميه مؤسس الدوله الحديثه، وكمان قاهر الهكسوس. اللي بعده اهميه دور الملكه اياح حتب في حرب التحرير. هي عملت ايه؟ قال لي لها دور مهم، لانها قامت بتشجيع ابنيها كاموس واحمس على طرد الهكسوس. وكمان قال لي كانت تمر على بيوت المصريين تحمسهم وتشجعهم وترفع من روحهم المعنويه. اللي بعده اطلق لقب بطل الحرب والسلام على الرئيس الراحل محمد انور السادات. يبقى بطل الحرب والسلام ده في مصر خدوه اتنين، خدوا الملك رمسيس الثاني، وخدوا الرئيس السادات. ليه الرئيس السادات خد برضه لقب بطل الحرب والسلام؟ لانه زي ما رمسيس الثاني انتصر على الحيثيين، السادات انتصر على الاسرائيليين. وزي ما رمسيس الثاني عمل معاهده سلام مع الحيثيين، السادات عمل معاهده سلام مع الاسرائيليين. يبقى لانه انتصر في حرب السادس من اكتوبر، وعقد معاهده سلام سنه 1979 مع اسرائيل. اللي بعده ما النتيجه المترتبه على كان لكل طبقه من طبقات المجتمع المصري قديما دور في المجتمع. اللي ترتب لما كل طبقه لها دور في المجتمع، نقول له ادى الى المساهمه في تقدم المجتمع وازدهاره. كل طبقه لها دور، انا ليا دور وانت ليك دور وده ليه دور، فاحنا كلنا نتقدم بالمجتمع. ساعد ذلك على ازدهار المجتمع وتقدمه. اللي بعده جفاف الهضاب. لما الهضاب جفت يعني ما فيهاش ميه خالص بالنسبه لمصر القديم. نقول السؤال ده مهم جدا ومعانا في الامتحان 2026. جفاف الهضاب بالنسبه لمصر القديم، ايه اللي ترتب على كده؟ نقول ادى ذلك الى استقرار المصري القديم، وعرف الزراعه وبنى البيوت وصنع الادوات. يبقى ادى ذلك، وكمان استأنس الحيوان. ادى ذلك الى استقراره بوادي النيل، وعرف الزراعه واستأنس يعني ربى الحيوانات. ايمان المصري القديم بالبعث والخلود. يعمل ايه لما كان عنده ايمان بعث وخلود ان الروح هترجع تاني للجسد؟ نقول له قاموا بتحنيط جثث موتاهم للحفاظ عليها كما هي. طب وفي نفس الوقت وضعوا مع المتوفي مقتنياته الشخصيه ليستخدمها في الحياه الاخرى. هم عارفين الروح هترجع مره تاني، فنسيب لك مقتنياتك الشخصيه عشان تستخدمها لما الروح ترجع لك. اللي بعده الاهتمام ببناء السدود وحفر الترع. ادى الى ازدهار الزراعه. لما نهتم بنعمل سدود ونعمل ترع كتير قوي، الزراعه تتقدم. يبقى ادى ذلك الى ازدهار مين؟ ازدهار الزراعه. فك رموز حجر رشيد. لما فكنا رموز حجر رشيد ادى ذلك الى التعرف على الحضاره المصريه القديمه. اللي بعده ترجمه البرديات الطبيه لعده لغات. لما ترجمنا البرديات دي الطبيه لعده لغات حديثه، اصبحت هذه الترجمه اساس لعلم الطب والصيدله. اصبحت تلك النصوص من اهم اسس علم الطب والصيدله، بقت هي الاساس، المرجع الاساسي لعلم الطب والصيدله حاليا. اللي بعده براعه المصريين القدماء في فن النحت. اللي ترتب لما كانوا شاطرين في النحت، نقول نتج عن ذلك نحت تمثال ابو الهول، وفي نفس الوقت نحت تمثال الملك رمسيس الثاني الموجود حاليا في المتحف المصري الكبير. الدور الذي لعبته اياح حتب مع احمس. اللي ترتب لما اياح حتب كانت بتشجع احمس، نقول له ادى ذلك الى تشجيعه على طرد الهكسوس، او ممكن نقول له استطاع احمس طرد الهكسوس. لما امه كانت بتشجعه استطاع طرد الهكسوس من مصر. الاستقرار السياسي لمصر في عهد الملك حتشبسوت. لما كان عندنا استقرار سياسي نقول له تميز عهدها بالاستقرار. عندي استقرار سياسي فتميز عهدها بالاستقرار والرخاء، لانها اهتمت بالتجاره، كمان اهتمت بالزراعه. يبقى نتيجه مترتبه على الاستقرار السياسي تميز عهدها بالسلام او بالرخاء.
اللي بعده تعلم الملكه حتشبسوت على يد كانت الله امون. ايه اللي ترتب لما اتعلمت؟ اجادت. النهارده انا اتعلمت فانا بعرف قوي. كلمه اجاد يعني بيعرف قوي. اجادت الكتابه والقراءه والحساب، يبقى ادى ذلك الى اجادتها، يعني كانت شاطره قوي بتعرف تقرا وتكتب وكمان بقى مين؟ الحساب. اللي بعده دل على صحه العباره. كان الانسان في البدايه يعيش حياه بسيطه. الانسان في البدايه كان بيعيش حياه بسيطه جدا جدا. قال لي حيث لم يكن العالم كما نراه اليوم. الانسان كان عايش حياه بسيطه لان زمان ما كانش الدنيا زي دلوقتي. يعني ما كانش عندنا كهرباء، ولا ما كانش عندنا تليفونات، ولا كان عندنا انترنت. يبقى الانسان كان عايش حياه مين؟ حياه بسيطه. يبقى حيث لم يكن العالم كما نراه اليوم، ولم تكن هناك لا كهرباء ولا سيارات ولا حتى هواتف. اللي بعده مصر واحده من اقدم حضارات العالم. الدليل حيث يمتد تاريخها لالاف السنين، حوالي 5000 سنه. يبقى تاريخ مصر يمتد لالاف السنين، فهي واحده من اقدم الحضارات في العالم. تغيرت حياه المصري القديم بعد نزول الوادي. هل حياه المصري القديم تغيرت لما ساب الهضبه اللي فيها جفاف ونزل وادي النيل؟ تغيرت؟ اكيد تغيرت. عرف مين؟ عرف الاستقرار وعرف الزراعه وكمان بنى البيوت وصنع الادوات. كل ده تغير، ما كانش يعرف الكلام ده خالص، لا زراعه ولا تربيه حيوانات ولا يصنع ادوات ولا يبني بيوت. يبقى حيث بدا يتعلم ويكتشف اشياء جديده، فبنى البيوت وزرع الارض واخترع الادوات حتى وصل الى ما نعيشه الان من تقدم وتطور. اللي بعده مرت مصر بالعديد من العصور التاريخيه، عصور كتير قوي قوي. بدات باول حاجه، بدات بالعصر القديم، ثم بعد ذلك العصر اليوناني والروماني، العصر اليوناني والبطلمي، بعد كده العصر من الاول خالص العصر القديم، وبعد كده العصر اليوناني والبطلمي، العصر الروماني اللي كان فيه الحقبه القبطيه، العصر الاسلامي، العصر الحديث، التاريخ المعاصر. يبقى بدايه من العصر القديم رقم واحد، ثم العصر اليوناني والبطلمي، ثم العصر الروماني اللي ظهرت فيه الحقبه القبطيه اللي هم المسيحيين، ثم الاسلامي والحديث، والان النهارده عندنا التاريخ المعاصر. اللي بعده شمل العصر الروماني لسه قايل لك عليها الحقبه القبطيه، يعني الفتره القبطيه. ايه الدليل؟ حيث بدا تدخل المسيحيه مصر في منتصف القرن الاول الميلادي. يبقى حيث بدا دخول المسيحيه في مصر في منتصف القرن الاول الميلادي. تكون المجتمع المصري من عده طبقات. كان عندنا كم طبقه مستر؟ قال لي كان عندنا 4 طبقات. قال لي كان عندنا اول طبقه الملك واسرته، يبقى رقم واحد الملك واسرته. طب رقم 2 قال لي طبقه الوزير، وكمان عندنا الكهنه وقاده الجيش وحكام الاقاليم. احفظهم: الوزير والكهنه وقاده الجيش وحكام الاقاليم. طب الطبقه الثالثه كان فيها الكتبه والتجار، وكمان عندنا الحرفيين. طب الرابعه كان فيها العبيد والمزارعين والعمال. يبقى ملك واسرته، وزير وكهنه وقاده الجيش وحكام اقاليم، بعد كده عندنا الكتبه والتجار والحرفيين، بعد كده عندنا العبيد، وكان عندنا العمال والمزارعين. احتلت المرأة مكانة متميزة في مصر القديمة. المرأة كان لها مكانة متميزة جدا جدا في مصر القديمة. قال لي حيث شغلت المناصب العليا كملكة وكمان كاتبة. تخيل المرأة كان لها مكانة كبيرة جدا، فبقت وصلت لأعلى المناصب، بقت ملكة، مفيش أكتر من كده، وكمان بقت كاتبة. يبقى حيث شغلت يعني تولت، كلمة شغلت لو صعب عليك، تولت مناصب عليا حتى وصلت لمنصب الملكة والكاتب. اهتمام حكام مصر القديمة بالزراعة. اديني دليل ان المصريين فعلا اهتموا، حكام المصريين القدماء اهتموا بالزراعه. انهم قاموا باستصلاح الاراضي واقامه المشروعات الزراعيه وحفر الترع واقامه السدود. يبقى ظهر ذلك في استصلاح الاراضي واقامه السدود، وكمان تقسيم السنه الزراعيه الى 3 فصول: الفيضان والبذر والحصاد. طب وغير كده استخدموا الحيوانات في الاعمال الزراعيه. اللي بعده اهتمام المصريون القدماء بالصناعه. الدليل قال لي انعكس في صناعه الورق من نبات البرد. مش دي صناعه؟ يبقى انعكس في صناعه الورق من نبات البردي. والصناعات عندنا مين؟ الصناعات الخشبيه زي صناعه التوابيت والمراكب. وصناعه ايه؟ قال لي صناعه الفخار يا مستر والمنسوجات، بيصنعوها من الصوف والكتان والحرير، وكمان عندهم صناعه الحليه. يبقى صناعه الورق من نبات البردي دي صناعه. طب صناعه الخشبيه زي بصنع ايه؟ التوابيت والمراكب. وصناعه الفخار وصناعه المنسوجات بصنعها من الصوف او الكتان او الحرير. وكمان عندنا صناعه الحلي. دي كلها صناعات. اكبر دليل اهتمام المصريين القدماء بالصناعه. تنوعت الصادرات والواردات. ايه اللي كنا بنصدره وايه اللي كنا بنستورده؟ قال لي مثلا كنا بنصدر الذهب، وكنا بنصدر مثلا الاواني الفخاريه، وكنا بنصدر
النحاس والاسلحه. يبقى عندي ذهب ونحاس واسلحه وكمان اواني فخاريه. طب بنستورد ايه؟ بنستورد الاخشاب والعاج والبخور يبقى والتوابل. يبقى استوردنا توابل، ركز قوي عشان جينا في اختياري. استوردنا توابل والبخور والاخشاب والعاج، لان احنا دوله فقيره في الاخشاب. اللي بعده، ارتبطت مصر قديما بعلاقات قويه مع بلاد العالم. نقول له حيث تبادلت تجارتها مع بلاد فينيقيا وبلاد العالم القديم وبلاد الصين وبلاد الهند وغيرها. يبقى حيث تبادلت تجارتها مع بلاد بونط اللي هي الصومال حاليا وبلاد فينيقيا وكمان عندنا اليونان والهند والصين. آمن المصريين القدماء بتعدد الآلهة. إيه الدليل؟ إن المصريين القدماء كان عندهم إيمان إن إحنا عندنا أكتر من إله. قال لي جعلوا كل ظاهرة طبيعية إلها. يبقى كل ظاهرة من الظواهر الطبيعية إله. طب وكمان كان لكل إقليم من أقاليم مصر 42 إله. النهارده عندنا 27 محافظة، هم كان عندهم 42 إقليم. كل إقليم لمين؟ لإله أو معبود خاص بيه. فده معناه إن هم آمنوا بتعدد المعبودات، معبود واثنين وثلاثة وأربعة و10 كمان. اللي بعده، آمن المصري القديم بحياة أخرى بعد الموت، حيث اعتقد أن المتوفي ستعود إليه الحياة مرة أخرى، والروح ستعود إلى مين؟ الجسد. يبقى الدليل إن هم المصريين القدماء آمنوا بوجود حياة أخرى بعد الموت. اعتقدوا أن المتوفي سيبعث، يعني هيحيا، هيعيش مرة تانية، وتعود الروح للجسد ويعيش حياة أخرى خالدة. يعني إيه خالدة؟ يعني هيفضل على طول عايش. برع المصريين القدماء في علم الفلك. هم المصريين القدماء كانوا فاهمين قوي في علم الفلك والنجوم والكواكب والكلام ده. اقول لك طب اديني دليل. اول حاجه قال لي رصدوا مواقع الكثير من النجوم والكواكب. يبقى رصدوا يعني عرفوا مواقع العديد من النجوم والكواكب، رصدوا مواقع النجوم والكواكب. طب وكمان وحددوا حركه الشمس. ده كمان وضعوا تقويم اسمه التقويم الشمسي. التقويم الشمسي، وقسموا السنه الى 3 فصول: فصل بذر وفيضان فيضان وبذر وحصاد. يبقى كانوا شاطرين قوي في الفلك. اللي عملوه ان هم رصدوا كثير من مواقع النجوم والكواكب وحددوا حركه الشمس وقسموا السنه الى 3 فصول، وفي نفس الوقت وضعوا تقويم اسمه التقويم الشمسي اللي الرومان هياخدوه مننا. من كتر ما هو متقدم جدا نقلوا عنه الرومان وطوروا فيه، بدل ما كان 365 يوم اصبح 365 وربع يوم. اللي بعده، اقتصر استخدام الكتابه الهيراتيقيه على فئه معينه. اقول له صح، كان يستخدمها الكهنه فقط في تسجيل النصوص الدينيه. يستخدمها الكهنه فقط في كتابه او تسجيل النصوص الدينيه. الهيراتيقيه بيكتب بها واحد بس. اللي بعده اللي هم الكهنه. يمثل تطور الابجديه تعاونا بين الحضارات. هل تطور الابجديه كان فيه تعاون بيننا وبين الحضارات؟ اقول لك كان المصريين القدماء من اوائل الشعوب اللي عرفوا الكتابه، ثم بعد ذلك تطورت على يد الفينيقيين التي اخذها منها الاوروبيون، واصبحت الان اساس الابجديه الاوروبيه الحديثه. يعني المصريين القدماء عملوا كتابه، خدوها الفينيقيين طوروها، والفينيقيين مين اللي خدها منهم؟ الاوروبيين. ففي الابجديه دي اللي هي الف ب ت س دي بنسميها الابجديه العربيه. في حروف هيروغليفيه الفا بيتا دي الابجديه الهيروغليفيه او المصريه القديمه، دي كلها اسمها الابجديه. يبقى حيث كانت مصر من اوائل الشعوب اللي ابتكرت الكتابه، اول حد المصريين. طب بعد كده خدوها منهم الفينيقيين وطوروها، ثم تطورت على يد الفينيقيين الى الابجديه التي اخذت منها اوروبا ابجديتها بشكلها الحالي. برع المصريين القدماء في فن النحت. لسه حلو من شويه، هيسمى نحت تمثال ابو الهول وتمثال الملك رمسيس الثاني. برع المصريين القدماء في العماره. شهدوا بقى مين؟ قال لي شهدوا الاهرامات والمعابد والمسلات والمقابر. تاثرت حضاره المايا والاستك في المكسيك بالحضاره المصريه القديمه. والسؤال ده مهم، ايه الدليل ان حضاره المايا والاستك في المكسيك تاثرت بالحضاره المصريه القديمه؟ قال لي حيث قاموا ببناء اهرامات على طراز الاهرامات المصريه القديمه. دي كلمه طراز الاهرامات المصريه القديمه. هم بنوا اهرامات على التصميم بتاعنا، على الطراز بتاعنا، فهم كده تاثروا بينا. اللي بعده، تاثرت العماره اليونانيه والرومانيه بالعماره المصريه القديمه. الدليل حيث استخدموا الاعمده المصريه الدائريه ذات الاشكال النباتيه. هم استخدموا في المعابد بتاعتهم والمباني بتاعتهم نفس العمود بتاعنا اللي بقى مين واخد شكل الدايره اللي هو مرسوم عليه اشكال نباتيه. احنا نلقى مثلا العمود بتاعنا مرسوم عليه مثلا نبات البردي، زهره اللوتس، وهكذا. يبقى حيث استخدمت الاعمده المصريه الدائريه ذات الاشكال النباتيه. لعبت الملكه حوض دورا بارزا في تشجيع المصريين، حيث انها كانت تمر على بيوت المصريين تحمسهم وتشجعهم وترفع من روحهم المعنويه. اللي بعده،
تميز عصر الملكه حتشبسوت بالرخاء الاقتصادي، كان في فلوس كتير قوي لانها اهتمت جدا بارسال البعثات التجاريه او التبادل التجاري والزراعه. اهتمت ان هي تبعت بعثات تجاريه وفي نفس الوقت اهتمت بالزراعه، حيث اهتمت بالزراعه وارسال البعثات التجاريه. تعددت الانجازات المعماريه للملكه حتشبسوت. كان في انجازات معماريه للملكه حتشبسوت، ايه اللي عملته؟ قال لي شيدت العديد من المعالم واهمها قال لي عندنا معبد الملكه حتشبسوت بالدير البحري في محافظه الاقصر. يبقى عملت معالم كتير قوي، اهمها واشهرها معبدها بالدير البحري في مدينه الاقصر. اهتمت الملكه حتشبسوت بالتبادل التجاري، حيث قامت بارسال بعثات تجاريه الى بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا و فينيقيا لجلب البخور والاخشاب والذهب والالعاج، دي قلناها. يبقى قامت بارسال بعثات لبلاد بونت وفينيقيا عشان تجيب الخشب والعاج اللي هو الاسنان بتاعت الفيل اللي طالعه لبره، لبني الافيال والذهب، وكمان عندنا البخور. يعد الملك رمسيس الثاني اكثر ملوك مصر بناء للاثار، والسؤال ده في غايه الاهميه، هام جدا. قال لي حيث انه شهد معبد ابو سمبل، ده رقم واحد، وكمان معبد الريمسيوم حتى على اسمه معبد الريمسيوم. يبقى شهد معبد ابو سمبل وكان معبد مين؟ معبد الريمسيوم. واستكمل بناء بهو معبد الكرنك. استكمل بناء بهو معبد الكرنك. طب وكمان قال لي واستكمل بناء معبد والده كان اسمه سيتي الاول. يبقى حيث شهد معابد زي معبد ابو سمبل ومعبد الرمسيوم، واستكمل بهو معبد الكرنك، واستكمل بناء معبد والده سيتي مين؟ سيتي الاول. اللي بعده ما العلاقه بين كل من؟ ايه العلاقه بين ده وده؟ الدوله المركزيه والملك مينا. قال لي عرف المصريون القدماء الدوله المركزيه منذ قيام الوحده السياسيه على يد الملك مينا. يبقى ايه العلاقه بين الدوله المركزيه والملك مينا؟ المصريين عرفوا الدوله المركزيه منذ قيام الوحده السياسيه على يد الملك مينا. طبقات المجتمع وازدهاره. نقول تكون المجتمع المصري القديم من عده طبقات، وكان لكل طبقه دور فازدهر المجتمع. كل طبقه عارفه هتعمل ايه، فالمجتمع تقدم. يبقى تكون المجتمع من عده طبقات لكل منها دورها، مما ساهم في مين؟ في تقدم المجتمع وازدهاره. كل طبقه عارفه ايه اللي ليها واللي عليها، فالمجتمع يتقدم. نبات البرد والصناعه استخدم المصريون القدماء، دي سهله جدا جدا. نبات البرد في صناعه الورق. نهر النيل والتجاره، استغل المصريون القدماء نهر النيل في نقل بضائعهم من الجنوب للشمال، كانوا بينقلوا البضاعه بتاعتهم من الجنوب للشمال عن طريق نهر النيل. اوزيريس والحساب بعد الموتى. قال لي يمثل اوزيريس ده اله الموتى، وكان في معتقدات المصري القديم انهم سوف يحاكمون امام محكمه رئيسها اوزوريس. اوزوريس ده اله مين؟ اله الموتى. وكان المصريين القدماء يعتقدوا انهم سوف يحاسبون امام محكمه بقياده او الاله بتاعها او الرئيس بتاعها اوزوريس. يمثل اوزوريس اله الموتى، وكان في معتقدهم ان رئيس المحكمه اوزوريس ده رئيس المحكمه التي تحاسب الموتى. اللي بعده تعدد الالهه واقاليم مصر، دي سهله جدا. اعتقد المصريون القدماء بتعدد الالهه، وكان لكل اقليم من اقاليم مصر 42 الها خاصا بها او معبود خاص بها، فتعدد الالهه والاقاليم. المصريون القدماء امنوا بتعدد الالهه، وكان لكل اقليم من اقاليم مصر 42 معبود خاص بها. العلماء الفرنسيين والحضاره المصريه، وده سؤال مهم جدا. ايه العلاقه بين العلماء الفرنسيين والحضاره المصريه القديمه؟ ايه اللي جاب فرنسا لمصر يا مستر والحضاره المصريه القديمه؟ اقول لك بكل بساطه، حيث ان العالم شامبليون ده عالم فرنسي. العالم الفرنسي شامبليون استطاع فك رموز حجر رشيد، وبالتالي ساعد على التعرف على الحضاره المصريه القديمه. يبقى قام العالم الفرنسي شامبليون بفك رموز حجر رشيد، والذي كان له الفضل في التعرف على الحضاره المصريه القديمه. الضرائب وفيضان النيل. المصري القديم قام بقياس مستوى النيل عشان يقدر الضرائب. انا هقيس مستوى النيل، والله الميه كتير هفرض ضرائب كتير، الميه قليله هفرض ضرائب قليله. يبقى في علاقه ما بين الضرائب وفيضان النيل. العقود التجاريه والكتابه الديموطيقيه. بكل بساطه استخدم المصريون القدماء الكتابه الديموطيقيه في تسجيل العقود التجاريه. الاهرامات واحجار الجرانيت والبازلت. شهد المصريون القدماء الاهرامات من احجار الجرانيت والبازلت. كل الاهرامات بتاعتنا مبنيه من الاهرامات اللي عندنا من الجرانيت والبازلت، دي حاجه زي الصخور. اللي بعده عندنا المسلات والمعابد. وضع المصريون القدماء المسلات في مداخل معابد التزيين. بكل بساطه الى اخر المسله والمعبد، نحط المسله، تم وضع المسله في مداخل معابد عشان ده شكل حلو لتزيينها. السؤال اللي بعده
ما العلاقه بين المسله ومعرفه اعمال الملوك؟ والسؤال ده هام جدا جدا جدا. ايه العلاقه بين المسلات ومعرفه اعمال الملوك؟ تم تسجيل اعمال الملوك على جوانب الاربعه المسله، يعني اي مسله بنلعب في جوانبها الاربعه اهم اعمال الملوك. سجلت اعمال الملوك على الجوانب الاربعه للمسلات. ما العلاقه بين الموسيقى والطقوس الدينيه؟ قال لي كانت الموسيقى تستخدم في المناسبات والاحتفالات الكبرى والطقوس الدينيه. انا بعمل اي احتفال، اي مناسبه كبيره، اي طقس ديني بستخدم موسيقى. كانت الموسيقى تستخدم في الاحتفالات الكبرى والمناسبات والطقوس مين؟ والطقوس الدينيه. وبكده يا صديقي يبقى خلصنا كل المراجعه باذن الله اللي هتخليك تقفل باذن الله امتحان الدراسات. بالتوفيق ليكم دايما يا سنه 5. باذن الله استنوني في فيديو جديد هحل لك اسئله كتير قوي وهحل لك امتحانات، هخليك تدخل الامتحان وانت عارف كل نقطه وفاهم كل نقطه جاي معاك في الامتحان باذن الله، وهنقفل. كان معاك مستر ايمن. ما تنساش تنزل دلوقتي تعمل لايك وكمان تعمل شير عشان الكل يستفيد، وتعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناه. بالتوفيق دايما واشوفك على خير باذن الله في فيديو جديد.